وأنا وزوجي أقول له وش فيه الولد أنا ما أذكر إنه كنا صقر، كنا صايرين صقر ومربّط وهو صقر، وأقول ما أذكرني يوم ولدته إنه شكله صقر، وراه صايرين كذا. وبعدين ويحاول يتحرك، يتحرك، قُلت بشّر عسى طلعت لك جنحان، أبيه يبي يطير يعني. إمم. وبس واحتريه وقال لا توّه، توّه. كم عمر وبس الولد؟ الولد الله يحفظه أبو 28. 28. كيف أي. أموره؟ متزوج مو متزوج كيف والله وضعه؟ ما بعد تزوّج وأموره ما هي بزينة مرّة. أي لأنه واضح الولد مربّط، الولد مربّط، أي. عشان كذا ادعوا له إن الله يفرج همه ويعجل له بالرزق. آمين. والولد جيد أصلًا، الولد جيد جدًا أي. وممتاز وكل الصفات فيه، ولكن نعم. سبحان الله العظيم قد يكون وقع بآداب ما حسد أو عين أو هو تكاسل أو بعيد عن العبادات، فشفتيه في المنام مربّط مع العلم إنه صقر. حمرا. خير، الله يعافيك يا رب ويجزاك خير، ما قصّرت الله يسعدكم يا رب جميعًا على كل القائمين عليه، يا بعد حياك الله، حياك الله التسليم، يا الله اللهم يسعدك، آمين، حياك الله، في مساك. مع السلامة. أم خليفة طبعًا تكتب وتعتذر تقول إنه الدعم موقّف، تقريبًا إنه فيه إشكالية اليوم بالجاكو، إن شاء الله إنهم ما يقصرون يعدلون الأخطاء اللي موجودة، ما يقصرون الشباب هناك. أحيانًا حتى من الإمارات، من قطر، من البحرين، من كذا، من السعودية، في داعمين وفي غير داعمين يعني يبغون يدخلون ما يستطيعون يدخلون، لأنه ربما يكون في بعض التحديثات لما يصير في تحديث يصير في إشكالية. نعم، اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ميساء الزهراني. افتحي المايك. إيه، حلمت إني في بيت قديم جدا وضيق، وجدرانه مقشرة البوية يعني. وأختي الكبيرة وبنت صغيرة كانت تبكي، تبكي كذا يعني بشكل هستيري. وجت وراي أختي وهي تأشر علي تقول لأختي إن أنا سرقت. قالت لي أختي أعطيها سلسالها. قلت والله ما أخذت شيء. ولفت البنت، ولما لفت البنت علي ابتسمت ابتسامة مرة خبيثة. بعدين أنا كبرت وأعطيتها ظهري وقلت آية الكرسي وقلت المعوذات بس وانتهى. طيب تمام. كم عمرك أنتِ؟ 24. موظفة ولا لا؟ لا. تبحثين عن وظيفة حاليًا؟ إيه مقدمة يعني مقدمة ولا بس تفكرين وتقدمين؟ يعني قدمت بس إنه ما قد جاني شيء. وظروفك المادية يعني كذا إيه. مش ولا بد. إيه. وتفكرين في الجي كلاس ولا في الراوتر؟ الجيب ذاك اللي كانه بصاية. الله يرزقنا يا شيخ. اي الله يرزقك، يدل على انه انت تمرين بظروف شويه ماديه وتفكرين بالوظيفه، وربما اسال الله ان ييسر امرك وتحدث ان شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية شيخ. سودات الله، حياك الله وسهلا. عبد الله، لحظه يا عبد الله، انتم تعرفون اني انا يوميا هنا. شوف لحظه، اطلع يا صبا السيف، يلا اطلع. لحظه نزل الحارثي، لحظه يا حارثي، اطلع يا صبا، اطلع اقبل القسط يلا يا جبان. الحين هذا اللي قاعد يكتب انا متاكد 100% انه من حقين الطاقه ومن حقين التاروت ومن حقين العلوم اللي زي وجيههم، ويحاول بجهد المستطاع انه يشوش علينا، لكن انا لك انتم اشكالك هنا اواقف لك، وراح اعطل محركاتكم وحركاتكم اللي قاعد تسوونها. صدعتوا بروس الشباب، لعبتوا فيهم، خرجتوهم من بيوتهم، طلعتوهم حتى من بلدانهم. ترى اكثر الشباب الان اللي حتى يخرجون من بلدانهم ترى اغلبهم مر على حقين علم الطاقه وعلى حقين الشاكرات او المسميات حقتهم ذي والتاروت وما شابه ذلك، حتى تفصل عقولهم ويعلقونهم بغير الله، وبعدين حتى يقولون لهم انت لازم تعيش الحريه، لازم تكون بعيد عن الضغوطات، لازم تعيش لنفسك، انت كذا، انت الزعيم، انت الكبير، انت الكل في الكل، ما حد مسؤول عنك في الدنيا اصلا، حتى الله ما هو مسؤول عنك. حتى لو
لو لا سمح الله يعني حتى ممكن يدخلنا حتى في يقولون لا ام ولا اب اصلا لا عليك سيطرة، ولا لا عليك سيطره، ولا لبلدك عليك سيطره، ولا لحد عليك شيء، انت الاول وانت المسؤول عن كل شيء، حتى يفصلون عقولهم. لكن انا لك انت واشكالك بمشيئه الله سبحانه وتعالى حتى انهيكم باذن الله سبحانه وتعالى، نهايتكم على يدي. والحين حاول تطلعك بس ما تقدر تطلع، اطلع بس قل لي الكلام اللي قاعد تكتبه، عطني مبرر واحد يخليك تكتب، ولا معناته انك جبان وما تستطيع المواجهه. حارث تفضل. السلام عليكم يا شيخ. سلام، حياك الله. يا شيخ أنا عندي منامين وكل بهم رمشة عين. صغار مرة. انا ودي اقول شيء بس خاف تزعلون علي معشر النساء، كلكم تقولون كذا. يلا قولي هات. الأول كان قبل رمضان، يوم جمعة، وقبل قبل صلاة الجمعة تقريبا. كنت راكبة كنا في البر، وكنت راكبة ورا السايق. تحلمت بوحدة، مو بحلم، غفوة كذا، وبوحدة سودة تماما بس عيونها دويرية بيضة، جاية تركض يم اتجاهي يم الباب. فتحت الباب وأنا أحاول إني أركلها وأقول أحاول إني أقرأ سورة الفاتحة، وأحاول إني أركلها برجلي ومع محاولة إني قراءة سورة الفاتحة، واختفت بعدها. تمام. الثاني اللي أسرع من رمش العين. الثاني في مخزن تحت عندنا تحت الدرج على طول، وأنا واقفة في مكاني. شفت أبوي كان زي الملتف، وكان بيبي كان صغير مزهمل، والمكان كله كأنه يوحي لي إنه لازم تنظفين ذا المكان اللي تحت الدرج. المنام الثاني مو في نفس الحلم، في نفس الوقفة على طول انتقل في الملحق عندنا، في ملحق عند أخوي، شيء رمادي أشبه بالمارد، التف على بعضه ودخل تحت الكنبة بسرعة. صحيت. تمام. أنت مزوجة ولا لا؟ لا. كيف صحة الوالد وكيف صحتك؟ أنا فيني عين وحسد. طيب كيف عرفتي؟ جانا شيخ وقرأ وقال فيك أنتي وقديمة. أنت بأي منطقة، بالجنوب؟ لا، بالرياض. أخوش اللي شفتيه بالملحق هذا كيف صحته هو كمان؟ برضو فيه. الرؤيا تقول شوف الدرج هذا اللي شفتيه بالمنام موجود بالواقع، تعرفينه؟ إيه مخزن البيت اللي تحت. طلعي اللي فيه كله، طلعوه برا واستغنوا عن جميع الأشياء اللي فيه ما تحتاجونها أبدا، اتلفوها اخرجوها خارج المنزل تماما، وامسحوا المكان هذا ونظفوه تماما، وبخلوه وخلوه حتى دائما رائحته جميلة. نظفوه تماما أرضيته، كل الأواني اللي فيه إذا كانت فيه استطاع لتنظيفها، إذا كان غير استطاع حاول بجد المستطاع تغيرون أماكنها وتحركون الأماكن هذه مع تنظيف المستطاع من ذاك المكان بإذن الله سبحانه وتعالى. الوالد كيف صحته؟ الوالد فيه من له فترة تقريبا فوق 30، وفيه جلطة وفيه شلل نصفي بسبب كل ترى العين. نعم، لأنه أنت شفتيه. طيب عموما شوفي، دائما ادعوا للوالد وأسأل الله أن يشفيه ويطمن قلوبكم عليه. تعايشوا شوي مع الوضع، وعليكم بالدعاء للوالد والصدقة له، وحاولوا بجهد المستطاع أنكم أنتم تقولوا للوالد اقرأ على نفسك أو بنفسك فقط، يقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء. المكان اللي شفتيه بالمنام نظفوه، المكان اللي شفتوه بالمستودع بالملحق نظفوه، لأنه هذا يدل على فعلا أنه في شيطان قاعد يتهرب في البيت، لأنه وجد مقاومة منكم كقراءات وكعبادة وكأذكار، وأنتم كشفتوا أنه لا صرنا احنا مرضانين لازم نتعالج، فهذا فكشفنا عنك غطاءك. الآن بدأت الشياطين تتهرب من مكان إلى آخر، وتغير اللون الرمادي مو بأسود، هذا يدل على ضعف المارد أو ضعف العارض اللي موجود جدا، بدأ يضعف حتى يزول بإذن الله. طيب الشيخ أخوي معك شوي. المعذرة يا شيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، الله يحييك. أنا عندي بس يعني هو اللي شافته أختي الحلم. نعم. إنه الجني اللي التف. ترى أنا قد طلع لي واحد وصدق شفته أنا، إنه جاني كان جنب الوجار، وشفت وجهه وشفت شكله، وحتى جاء وسحب البطانية مني، وإنه هو نفسه يعني الملحق. هل هو مسكون؟ إيه، ربما يكون الملحق هذا فيه شيء محطوط، أو أحد أصيب بعين في هذا المكان أو حسد، أو ربما يكون فيه عمل معمول في هذا المكان. أنا عشان كذا قلت لكم نظفوا هذا المكان اللي تشوفون فيه شيء في المنام، نظفوه بالماء البارد اللي عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي. الملحق أقصد الملحق فيه يعني نقرأ عليه. هو ساكن. سم. أقصد أن الملحق اللي شفته أنه فيه هو الجني هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، هو اللي فيه أنه قد طلع علي. تراني أحس فيه ويقشعر جسمي،
احس ان في مكان الملحق هذا فيه شيء. شوف المكان اللي انت تحس فيه بقشعريره او أي. خوف او ترى فيه بعض الخيالات، هذا دليل على انه هذا المكان ربما يكون فيه شيء من الشياطين وزوالهم سريع جدا اذا شغلت القرآن هناك. طيب. وصوت الأذان أيوة. أكثر من مرة، وسورة الزلزلة والصافات وسورة النازعات شغلوها في هذا المكان أكثر من مرة شغلها. تمام، يعطيك العافية. رشوا المكان بالماء البارد، لو ببخاخ ترشون المكان بماء بارد، عليها سورة الفاتحة وآية الكرسي مكرر قد ما تستطيعون. تمام، يعطيك العافية شيخ. حياكم الله. اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. الله بالخير، كيف حالك؟ يا هلا وسهلا، الله يحييك. عندي حلم. اي تفضل. قفلت ميكروفونك. الآن تمام؟ اي نعم تفضل. تحلمت اني مسجون ودخل علينا واحد من العسكر ايه وجالس يفتش المساجين، وجانا واحد من العسكر يفتش، وكان معي 2 من الزملاء، وتصنعنا نحن نايمين على كرسي واحد، كرسي نوم نفرين ذا، وجانا العسكري وتصنعنا نحن نايمين طول عمر السلامة، ودسينا جوالات اللي تحت المخدة اللي كانت معنا، وفجأة سويت نفسي اني نايم مفجوع، صحيت زي كذا من النوم مفجوع، يوم كشف واحد من الزملاء اللي معي ان معه جوال، ومعنا واحد من الدوام جلس يطقطق على خوينا اللي انكشف مع الجوال، وجاء العسكري بيفتش مكاني زي كذا، وصحيت اني مفجوع من النوم، وشليت الجوال من تحت المخدة بطريقة فنية زي كذا، وما أمداني زي كذا، وكشفني، واتضاربت أنا والعسكري، وشوي وأنا أسمع صياح واحد من العسكر جاي إلا دخل علينا الغرفة بخيل زي كذا، وتهاوشت معه، حتى هو يقول لي ترى معي مسدس، وقلت إذا أنت رجال ارم، ما فكرت فيك بالموت، أنكتم زي كذا. أنا تكلمت عليه، ما أدري علي، قلت له ما زي كذا كلمة على تراب، ومع خويه زي كذا العسكري الثاني اللي يفتش زي كذا، وشوية وقلت له العسكري إذا ما في بطنه 80 أنا ما أبغى. طيب أجاوبك؟ اي نعم. أنت متزوج ولا لا؟ اي نعم. أنت مريت بمشكلة بحياتك يعني فيها لا سمح الله تحقيق أو دين أو شكوى من أحد أو أمر من الأمور؟ اي نعم. وكان بالواقع ربما يكون لك دور في هذا الأمر وأنت أنكرت تماما؟ لا، ما هو أنا اللي أنكرت، ها هو اللي أنكر. طيب عموما الرؤية واضحة عندي، وأسأل الله أن يفرج همي وهمك هم كل مسلم. يعني مريت بظرف وربما يكون لك يد أو ما لك يد، ولكن أنت أدرى وأنتهت القضية طبعا أو تنتهي. هي لا، أنا مدعي وهو اللي أنكر، لكن أنا أبغى أعرف إيش اللي معنى اللي أنا اللي ما في بطنها 80 ما أبغاها. أنا بقول لك إيش معناها. أنت ادعيت على شخص إيه نعم. بحق كامل كل الدعوة، ولا في شيء زدته أنت؟ لا شوف، أنا ما زد شيء، أنا ما زد شيء نهائيا. أنت أحد ادعى عليك بدعوة؟ رد عليك الدعوة؟ هو الحين هو رد علي. والأشياء اللي قالها حق ولا مو بحق؟ لا، زاد عليها. لكن في أشياء حق. في أشياء أي بس زاد عليها. لا أتكلم عن الحق اللي له حق. هو ما له حق، ما له حق، هو ما له حق يعني معين زي كذا. لا بس يعني هو اشتكى بأشياء فيها حق وفي أشياء لا زود عليها. اي بس هو ترى ما له شيء، اساسا ما له شيء نهائيا. وانت ذكي جدا في الدعوه وما استطاع احد يثبت عليك شيء. هو بالعكس، انا الحق لي انا، ما هو يعني علي انا اطالب بالشخص هذا. انت الطالب، لكن واضح عندي في الرؤيه ان في شخص اقام عليك دعوه. في شخص ثاني برضو اقام عليه دعوه. طيب هل هو محق ولا مو محق؟ لا زود، هذا بهر فيها شوي. هي بهر لكنه محق في جزء منها. ايه في جزء منها. وانت ذكي تخلصت من الجزئيه هذه.
هذا من الله ما هي. الله يستر عليك والله انه واضح يا صالح. ولا ايش دخلني انا في القضيه؟ وش عرفني ان عندك قضيه؟ استودعك الله. صدقك الله يسعدك ويوفقك ان شاء الله. هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مين؟ صوتي واضح؟ انت مين؟ صالحه؟ لا مو صالحة، الا صالحه. بس اسمي. لا انت صالحه، شاطك اني صالحه، قولي امين. اللهم آمين يا رب. يلا تفضلي. يا شيخ أنا صارت لي ظرف صحي قبل كذا فجأة وتعبت يعني صارت سالفة فجأة كذا بقراءة شيوخ وما كنت أدري عن نفسي يعني إن فيني تعب. فكان يجيني تعب يتجدد ويروح ويختفي وما أدري شلون صراحة. وما كنت أؤمن بسالفة الشيوخ والقراءة، لكن في شهر رمضان على آخر شهر رمضان دخلت بالصدفة قست مع الشيخ خالد بن شاهر، وما كنت يعني راح أقول ولا شيء، بس فجأة كذا ربي ألهمني إني أدخل معه. قلت كان وقتها التعب راجع لي، كان فيني تعب وفجأة رجع لي من غير مبرر ومن غير سبب. قلت له عن حالتي وقلت له عن رؤية، فقال لي إن أنتي عندك تسلط القرين وش اسمه، وعطاني رقية وقال لي استمري عليها وإن شاء الله بتشوفين خير. وقتها ما كنت يعني أقرأ يعني رقى وأشياء زي كذا، قرأت رقية فترة وخليتها. بعد العيد جتني ضيقة وتعب وأشياء زي كذا، صرت أقرأ رقية قليل، بس صرت مستمرة على رقية التعطيل بشكل يوميا. الشيء الوحيد اللي أحافظ عليه في يومي هو رقية التعطيل، حتى رقية الشيخ خالد صرت ما أقرأها كثير. شيخ جت وقت الاختبارات، يعني أنا في الجامعة فجاء عندي وقت الاختبارات. مرة من قبل أسبوعين يمكن دخلت دخلت بثك، بس يعني وأنا أذاكر بكتب يعني أسمع وأنت تفسر. يا شيخ والله العظيم إني فتحت، طبعا اليوم اللي قبله فتحت الكتاب أبي أقرأ، أنا كنت جدا متفوقة في دراستي، والله العظيم إني قعدت أبكي ما قدرت أقرأ حرف واحد، أبكي أبي أحس بموت بس مو قادرة أقرأ. لما دخلت بثك مسكت الكتاب وقاعدة بكتب، قسما بالله يا شيخ إن يدي ترجف رجفة تخوف، يدي اللي فيها القلم ترجف، ما كنت قادرة أسيطر عليها. نزلتها وقمت، الأمل الوحيد لما ضقت وكذا سجدت وقعدت أبكي وأدعي لربي. يا شيخ ما كان في بالي دعوة، حتى ما كنت قادرة أصيغ دعائي، كنت أبكي وأقول يا رب بكسرة وبحرقة. صرت أردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وربي ألهمني آية ما أدري شلون ربي ألهمني إياها، إنما جاءوا به السحر إن الله سيبطله. صرت أرددها وصار يجيني في جسمي ضرب وألم وأوبر وما أدري شلون، صار فكي يرجف، صرت أبكي، صرت ما أحس بنفسي. المهم يا شيخ كملت على الرقية، صرت مهما أشوف وأسمع إزعاجات وكملت اليوم، وما كنت أشوف من بعد ما شفت الرقية ما صرت أشوف يعني أحلام ولا شيء. لكن قبل أمس شفت لي رؤية وإن شاء الله أنها مبشرة، بقولها لك يا شيخ. قوليها تفضلي. سكرتي. معليش بس لأني كنت طلعت أقرأ من ملاحظات الحلم عشان ما أنساه. يا شيخ تعرف بيوت المزارع اللي نص الجدار أبيض وأزرق؟ ما هي بكل المزارع، بعضهم يحط ازرق واحد احمر يعني. إيه يعني اللي زي كذا اللي غالبا البيوت الشعبية. اي ما يخالف. كان في زي المكان هذا، والمكان كله أخضر يعني كله عشب وفي أشجار ملونة، وكأني أنا كنت موظفة وش اسمه وكأننا ننتظر من الإدارة زي الإجازة أو شيء زي كذا. فالإدارة كأنهم يعني كذا جحدونا وعطوا موضوع الإجازة لولد صاحبتنا، كان معنا ولد صاحبتنا صغير اسمه حمودي في الحلم، فكأنهم ردوا الموضوع للحمودي هذا وقفلوا الباب في وجهنا خلاص. فصاروا كل الناس اللي موجودين يترجون حمودي هذا ويشوفون الأمل الأخير، يعني كلهم يقولون لك يعني كانهم يتقربون منه يبون الولد هذا. فأمه كانت خايفة منهم وما كانت تتأمن، إلا أنا الوحيدة اللي ما كنت يعني كنت أقول ما كنت أتقرب للولد هذا، بس كنت أقول ليش هو يعني إيش فيه، وكنت معصبة بناقشهم هم. فأمه كانت خايفة عليه منهم وأمنتي عندي أنا، وراحت وكأنها دخلت تسوي لها شغلة أمنتي عندي، فكنت معصبة ومقهورة وكأني أراقب لي ناس يعني زي كذا. فيا شيخ فجأة أمي جتني في الحلم، فيا شيخ أمي جتني في الحلم وكأنها تسألني أمي في الحلم تقول لي تدري شوي. شكرا يا نور، الله ينور دربك.
يجلي همك. يعجز لساني والله عن شكرك يا نوره. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يشرح صدرك. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يحميك ما أحياك. تسلمين يا نوره بعد راسي. تفضلي. زاد فضلك يا شيخ، وكأنه أمي جتني في الحلم تقول لي شو اسمه ما أعطوك إجازة، وأنا كنت ماني بيمها وتسألني الولد هذا اللي معي، تقول الولد ولد مين، وأنا ما أقول لها بعدين أقول لك، وكأني كنت قاعدة أراقب كذا. قالت لي وكل مرة تسألني وأنا مو يمها. بعدين صرت أقول لها بعدين أقول لك، أخاف إن الناس اللي أراقبهم هذول يسمعونا. ولا زالت أمي تكرر علي السؤال، وصرت أقول تسلطوا علينا وتسلطوا عليه، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. وكأننا في الحلم ماني بخايفة، بس أنا ما بيهم يضرون الولد هذا اللي اسمه حمودي في الحلم. وقعدت أتحسب وقلت تسلطوا علينا وتسلطوا عليه، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. وكذا قعدت أتحسب بحرقة وبقهر اللي أنا. أنت كم عمرك يا مها؟ مو مها يا شيخ، أنت قلتي مها. اسمي سارة. أنت اللي خبطتينا. أقول اسمي أنا حاطة الإس بس يعني. طيب عمري كم؟ 19 يا شيخ. كم خلصتي؟ إيه خلصت، فكنت صحيت من النوم وأنا أتحسب عليهم وقمت أرجع. طيب خليني أقول لك شيء يا إيه؟ أنت تعرفين أنه ممكن أنا الحين أسوي لك وهم وتصيرين مسحورة ومحسودة ومعيونة وأنت بخير، أصلا ما في شيء. يا شيخ صح، بس أنا كذا مرة يعني صارت لي مواقف وشيوخ يعني جوني بنفسي، جو الناس يعرفوني يقولون يعني أنا ما رحت، بس جو الناس اللي يعرفوني يقولون البنت هذه فيها، في شيخ قال فيها مس، وفي شيخ قال فيها قرين، وفي شيخ يعني كانوا يقولون خلوها البنت هذه تقرأ، البنت هذه بالذات تقرأ. ويا شيخ أنا التعب هذا ما يجي إلا بس إذا فقط أخذت مثلا من أثر ناس معينين يرجع يصير لي التعب هذا في جسمي، تطلع لي طيب زي الأشياء. اسمعيني يا سارة مها صالحة، اسمعيني. سم. ركزي الله يرضى عليك. أول شيء أنا طبعا أقدر وأحترم كل الشباب وكل الشيوخ وكل الأخوان اللي موجودين في البثوث في أي مكان، أحترمهم وأقدرهم، وهم يعرفون وش يصير إذا هم يحتاجوني، يعني يكلموني وأنا يعني أوجه لهم بعض الأمور، خاصة أغلب الشباب اللي نحسبهم إن شاء الله إنهم على خير، لكن في أخطاء تحدث وحنا نبهنا من هذه الأخطاء كثير جدا. إنه ما تشخص حالة المريض مباشرة بأنه أنت عندك سحر أو عندك حسد لمجرد أني أنا رقيت عليه وأقول له أنت كذا، خلاص هذا السحر ثابت بنسبة 100% وخلاص تروح تراجع نفسك. ترى على طول القرين وعلى طول الشياطين اللي موجودة عند الإنسان تسبب له الرعشة والخوف والرجفة والمشاكل هذه كلها اللي تحسين فيها، مع العلم أنه أنت ما فيك إلا العافية. الحين أنا مستعد أوهم لي أكثر من شخص، يعني يطلع واحد خاصة لما يكون صغير سن أو شباب أو تو في مكتب العمر، أخليه يعيش بوهم وبدوامة بأنه هو مريض وفيه سحر، ويبدأ كل لو يقرأ سورة إن أعطيناك الكوثر كأقصر سورة في كتاب الله يتعب مباشرة ما يستطيع يكملها. خليني أسألك، صليتي العشاء ولا ما صليتي؟ إيه اللهم لك الحمد صليتها. الوضوء صحيح وسليم؟ إيه اللهم لك الحمد. 4 ركعات؟ أنا حافظ القرآن. حافظ القرآن كاملا؟ إيه اللهم لك الحمد. ما شاء الله. خريجة تحفيظ ما شاء الله تبارك الرحمن. والوالدة؟ يعني كيف الوالدة؟ الوالدة حافظة في كتاب الله؟ لا بس إنها تقرأ، يعني الوالدة أمية شوي. طيب خليني أقول لك أنا آية أبغى تقرأينها لي الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اقرأها لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. خلاص. أيوه. ريقك ناشف؟ إيه والله مرة. ما في إلا عافية. طيب يا شيخ إيش معنى موضوع الدراسة بالذات؟ أنت كست لا أنا بقول مشكلة الدراسة. طيب دقيقة، أبغى تقرأي لي الآية هذه اللي بقول عليها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله.
إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كملي. إن الله كرر. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. طيب أنت ما فيك إلا العافية يا سارة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أبغى تقرينها لي، إيش رأيك؟ سورة الفلق. إيه. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب أنت مؤمنة بالله؟ أكيد. ما فيك إلا العافية. الله يسعدك يا شيخ. طب أنت قلتي موضوع الدراسة وش فيه؟ أنا أعطيك موضوع الدراسة. أحيانا أحد منا يكون ذكي ويستعرض ذكاءه، وهذا خطأ. يستعرض ذكاء للناس وأنه أنا كذا، أو يشوفونه أو يعرفون عن ذكائه، فربما يصاب بحسد أو بعين من الإنس وليس من الجن، يعني ما في تلبس. حسد ثم يزول، وزواله سريع جدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنه وش تسوين قبل لا تبدأين على المذاكرة حقتك أو على الكتابة أو الشيء اللي تقدمين عليه؟ على طول مباشرة أنت جالسة أو واقفة، اختاري ما شئتي من الوضعية، ثم انظري منظار واسع ومتسع على جسدك كامل، وعلى النفس وعلى القلب وعلى العقل، وكأنه أنت قاعدة تشوفين أشعة تصويرية. شفتي الأشعة الإكسراي؟ شخصي نفسك وكأنه أنت جالسة قدام أشعة موجودة قدامي، وقاعدة أشوف جسدي كامل منتشر أمامي، القلب والعقل كل شيء، الجسم، الباطنية، الظهر، كل شيء قاعدة أشوفه. بعدين أقرأ على هذا الجسد، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنظر إلى نفسي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وانفث على نفسي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أمسح على جسدي، وانفث وامسح على جسدي بقول أعوذ برب الفلق، أكرر أكثر من مرة، ثم تأخذين هدوء ونفس وهدوء، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، تقولين لا إله إلا الله، بسم الله توكلت على الله، ثم تبدين تذاكرين وتقرأين، ولا تلتفتين إنه والله إيش بيحصل لي، ما راح يحصل شيء. فلو حصل رجفة أو شيء قليل الشيطان يطز فيك يا أبو قرنين وعين واحدة، ما علي منك والله أنا بذاكر ولا علي منك، لأن هذا الشيطان يتسلط ولا يعني إنه أنت مسحورة ومحسودة. أول شيء أنت عمرك 19، يعني كم عشتي عشان نسحر ونحسد؟ لا يا شيخ، لأن هو في شيخ قد قروا على بيتنا أن السحر كان للعائلة كاملة، ما كان. وأنا إيش قلت لك قبل شيء؟ قلت لك أحيانا بعض الشيوخ هو يبغى له شيخ يقرأ عليه للأمان. يعني أول ما يدخل البيت يقول للناس بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس عشان تكون عارفين، أنا تكلمت مع واحد مرة والله يا جماعة الخير، واحد نزل من سيارته يبغى يسلم علي، ما فيه إلا العافية، نزل يسلم علي إيده ترجف، يلا مسكته كأنه مشبوك في 220 وعرقه يصب وحالته كأنه صاك كهرب 220. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك؟ قال والله جتني ام الركب وجتني ام العواصف وام العفاريت وام الجنان، ليتني ما وقفت، ليتني ما سلمت عليك. قلت له ليش؟ قال ما ادري يا اخي ايش اللي حصل لي. قلت يا ابن الحلال والله ترى ما قلت نور الفجر مرحبا، والله العظيم ما فيك الا العافيه. قال يا اخي انا ما ادري، حسيت انه في شيء موجود وانه بيتاثر منك. قلت هذا وسواس من الشيطان، والله لا بتتاثر مني ولا من خالي ولا من جدتي، ما فيكم الا العافيه يا جماعه الخير. ترى عشان تكون عارفه، ركزوا الله يرضى عليكم، فتحوا مخوخكم، ترى الشياطين ما تبيكم، تراهم يتعبون. ترى الشيطان الحين لما يتلبس بالإنسان يتعب جدا أكثر ما تتعبون أنتم، لأن حنا نمشي مشي هدوء، هم يطيرون، حنا ناكل ونشرب ونتبطح وننام وندخل تحت الدش ونسوي كل شيء، هو لا ما يسوي كل الأمور هذه. هم يتزوجون من ربعهم ومن جماعتهم، حنا لا ما نقرب عليهم، يعني حنا وياهم مختلفين كل الاختلاف، لذلك أذاهم علينا بسيط جدا. أهلا يا نور، يعني ما هو بالسهل انه والله على طول واحده عمرها 19 فيها سحر وفيها عين وفيها حسد وفيها 6 ولا 7 عفاريت، ما في العافيه. طيب يا شيخ بس الله يسعدك، بس اخر شغله بسالك عنها، الله يسعدك. ليش تقطعيني؟ اسفه والله اسفه. اسكتي. حاضر. تعرفين تسكتين؟ ابشر. برطمي. برطمتي؟ ايه. طيب ليش تكلمي؟ ليش تقولين ايه؟ ليش ما تسكتين؟ خلاص تمام والله. برطمي. شوفي أنا ما أبغى الوسواس يدخل بروسكم، انتبهوا يا بنت، انتبهوا من الوسواس. ترى الوسواس ترى أشد من السحر وشد من العين وشد من الحسد وشد من المارد أبو قرنين وعين واحدة وصلعة وذيل ورجل واحدة وركبتين، ما فيه، قليل جدا ما يكون فيه. ترى العالم كلها بخير وعايشة مبسوطة. ليش أنتوا كذا؟
اهدوا واستهدوا بالله سبحانه وتعالى، ولا فيكم الا العافيه. اكثروا من الاستغفار، اكثروا من كلمه التوحيد، نبغى بكل هدوء، لا تبالغون جدا، لا تبالغون جدا الى درجه انه خلاص الواحد منكم يدخل البيت ويدور في الزوايا ابو زومبي جالس. هو بجايكم ولا يبيكم. هو الحين يلا في الخراج، يلا خارج نفسه مع عياله مع مشاكل حياته هناك بعد هو. يلا قولي. يا شيخ شو اسمه، أنا في بداية رمضان فجأة كذا يعني كنت نايمة وحلمت حلم تعالي صدق تعالي. والله اسكت. صدق. والله تسكتين. طب خلاص بس بقول لك شغلة وش بدون حلم؟ وبعيدا عن الحلم. اي بدون حلم خلاص. يا شيخ أنا أول ما يعني قالوا لي بديت تقرين، بس يعني بداية بعيدا عن القراءة. صرت يعني أتحسس من الناس، فلما كنا آخذ صورهم الشيخ يطلع يتسبح فيه، يطلع لي في جسمي زي الفتحات كذا، يخرج منها أشياء يعني. عيدي ما سمعت لاني انا اندوشت، مخي اندوش. عبد الله اسكت. يا شيخ يعني أنا لما شو اسمه كنت جت لي فترة أتسبح بسري، فصار في ناس يعني يجوني في الأحلام من قرايبنا، فأخذت من أثرهم وتسبحت فيه. فجأة يا شيخ في جسمي طلع يعني زي الفتحات، زي الأشياء زي كذا، انفتح الجلد وصار يطلع منه يعني وأنت بكرامة صديد، وكأنه معجون أسنان وأشياء كثير. هذا في الواقع ولا بالمنام ولا وش؟ الواقع، لا في الواقع. حتى رحت دكاترة يشوفونه كانوا يقولون الفتحة عميقة وكأنك طايحة يعني من مكان بعيد، بس ما بما إنك ما طحتي من مكان بعيد هذا ما ندري وش يعني، حتى ما هم ما يدرون. انت متاكده ان انت اخذتي من بشر ولا اخذتيها من مكان مو نظيف؟ لا والله العظيم من بشر. لا يكونوا عندهم مشاكل بكتيريا وبلاوي زرقاء وقمتي تسبحين فيه. لا بس يعني هم لأني صرت يعني كل مرة أرقي أشوفهم في الأحلام، فصرت أخذنا من أثرهم، ومن أول ما تسبحت فيه صار كذا، وكان يطلع فترة ويروح، وقبل فترة نفس الشيء أخذت منهم نفسهم ورجع لي من جديد، انفتح الجلد من جديد وصار يطلع نفس هذا الشيء. طيب خلاص اخذتي منهم كم مره؟ يمكن 2 أو 3. خلاص اتركيهم في حال، ما تقعدين كل ما صار عندهم شيء يبغون يعني كذا تقعدين تاخذين من ذا وتقعد تفتح راسك. جيبي مويه زمزم انتي، اقري على جيبي 3 دبات مويه زمزم، افتحي الغطاء، اقري على كل واحد منهم او كلهم، اقري الفاتحه 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، قل اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس الكافرون والاخلاص والفلق والناس، اقريهم كلهم، انفثي بالماء 3 دبات ماء، وكل يوم اغتسلي بدبه واشربي منها شوي واغتسلي بالباقي بدون ما تاخذين اثر. كل يوم تاخذين اثر، احيانا فيكون في بكتيريا وتقعدين تحوسين فيهم. بعدين انت تعالي، انا الحين عمري ما ادري كم، نسيت متى جيت اصلا. انا اذكر اني جيت بس ما ادري متى. زمان ايام ابيض واسود، تلفزيون لسه ابيض واسود، وعمرك يطول. على كثر ما مريت من معاناه ما اذكر اني اخذت من احد غسل ولا اخذت من احد شيء ولا سويت شيء. وش اقعد كل يوم انا متروش؟ والله الصراحة ما يا شيخ ما أخذتها أنا، يعني الوالدة هي اللي أخذتها لأن تقول. انا ذكرت امك هذه، تذكرت حركاتها، وينها تسمعني ولا لا؟ في الصالة، تبيني ناديها لك؟ لا تناديني عشان ما تسمع تزعلي ولا تدعي علي. شوفي الحين في ناس كثير جدا سبحان الله يحضرون زواجات، ما يحضرون زواجات عشان يحضرون الزواج، لا، اول ما يروح الزواج عنده قاروره هذا كبرها، وتقعد تدور ما تخلي وحده، كل ما طرحت بياله اخذتها وغسلت وحطتها في الكاس، ويلا لين تروح بجراثيم الاستراحه كلها. ثم راحت على عيالها في البيت، عبت لهم صوت وقالت يلا تسبحوا. يا بنت الحلال والله لو انكم عيال يوسف ما ادري يعقوب، ترى عادي، ترى يعني كلنا درسنا وكلنا اذكياء، يعني مو بس انت يا ساره تقعدين كل يوم تسبح. عمرك 19 سنه كل يوم تسبح لك بجراثيم. لا تسبحين. اذا جت امك بالمويه قريبه بنت الحلال حطيها في المزرعه هناك، عشان اذا في طير يشرب يموت مزعجكم ولا دوده. وانت جيبي مويه زمزم نظيفه، اقرا عليها الفاتحه تكفي 7 مرات، اقرا قل اعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس وآية الكرسي، اغتسلي فيه 3 ايام، بعدها قفلي على الموضوع، ذاكري كتبك وعيشي حياتك بدون التفات للاوهام. 19 سنه والله توصلي 50 سنه وانت بالوهم ده، انتبهي. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، الله يسعدك. يلا حياك. استغفر الله، مرعبة. آسف والله آسف، بس أنت فعلا يعني انفكيتي عليه وأنا توي أتكلم عن الزومبي. شكرا يا نورة، بيض الله وجهك. قبل شوي ماسكين التب وأنت رايد. يا هلا وسهلا ومرحبا. تشكرين حتى يعم الشكر أرجاء المنطقة اللي أنت فيها. أمل الحياة. وش يقول ذا؟ يقول فيها أطفال يتابعونك.
عليكم السلام. اللي عندهم عيال صغار رقدوهم، عندهم مدارس بكره، لا تخليهم يرتزون قدام فهد القرني، ما له داعي. لو اني داعية ارفعي صوتك. اقول لو اني داعية في ليلة القدر ما يطلع لي لا كثر ماني تعبانة. لا ما تشوفين شر ان شاء الله. يا شيخ أنا والله العظيم دعيت كنت تعبانة جدا، دعيت قلت يا رب يا رب لا تخليني ألجأ للعبد، خليني ألجأ لك. جيت أنت سبحان الله شفتك على الفيس وتعرفت عليك وصرت أخذ رقيتك الحمد لله، هذا مع من فضل كثر ماني الله. تعبانة الحمد لله. طيب آه، أنا سويت رقية، بعد الرقية ثالث يوم بالرقية شفت منام، شفت حالي أنا وأختي بمكان كأنه مدرسة وبدنا نهرب من هذا المكان. إجا يعني طفل عمره شي 10 سنين دلاني على مكان الخروج، وأختي لساتها موجودة. جيت أنا حاولت أني أخرجها. بعدين كنا نحنا ببيتنا ببيت الأهل، وهي بالطابق الثاني زتت علي شنطة مرحبا. فيها هدوم، مم. زتت علي شنطة على الدرج فيها هدوم. مم. على نفس الدرج أشوف 3 قطط هارون لونهم عسلي. 3 قطط ايش؟ هارون يعني هدول الكبار هيك سمان. ايه. التفت هيك هي زتت مع الشنطة هدوم، زتت أكل. هدول القطط وحدة من القطط أكلت من هذا الأكل كأنها ماتت. ايه. بعدين أنا بدخل على الصالة، ايه اسمع تفضل. بندق الباب بيجي بفوت مجموعة كبيرة من القطط، يعني شي 4-5. واحد منهم لونه رمادي وأسود. هالقطط هاي بتتشكل لبني آدمين، يعني بعرفهم، وحدة عمتي وحدة أختي وحدة أختي وحدة بنت عمي. بعدين بقولهم طردوا هذول القطط، بيرجعوا القطط. بعدين بقولهم طردوا هذول القطط، ما حدا بيطردهم. بجي أنا بطرد هذا القطط، بيهجم علي هذا القط اللي لونه أسود على إجري، وكأني أنا بصحى من المنام بدي أقول له لا إله إلا الله مشان يروح. بقول لا ما بدي أقول لا إله إلا الله مشان ما يروح، خليني أطرده. وإجري بتوجعني وبصحى من المنام وأنا عم أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كيف صحتك وكيف صحة الأقدام؟ أقدامي دائما بحس فيهن حرارة وأحيانا برودة، وخاصة أحياناً اليسرى فيهن أكثر، وجع. اليسرى أكثر. واليسرى أكثر. وبعد الرقية كثير عم بصير فيه نبض. أنا حياتي يعني أنا متعطلة من الزواج. أنا ضليت 6 سنين مخطوبة، ولما اجيت لعند زوجي فجأة بطل بده يعني. ليش ما بعرف. أنا هو نبهني إنه في حدا صد بيني وبينه، شو هو ما بعرف. طيب في شيء وانت صد بيني وبينه. تمام، وانت شفت الرؤية هذه الآن بعد الرؤية في خلال الأيام اللي راحت رمضان؟ 3 أيام. أنا أخذتها يوم وقفة العيد، وثاني يوم عيد، 3 يوم العيد شفت الرؤية. طيب إذا الرؤية واضحة إنه فيه تلاعب من الشياطين وحضور شياطين، وخاصة القط الأسود اللي آذى ووقع الأذى منه، فربما يكون فيه أمر من الأمور الشيطانية البحتة هي اللي آذت. لذلك استمري على الرقية، استمري على الأذكار الصباحية والمسائية خاصة، وعلى قراءة الآية 117 100. أنت تسجل الشاشة ولا لا؟ بكتب أنا. اكتبي الآية 117 و118 في سورة الأعراف، والآية 23 في سورة الفرقان. 117 118 117 118 في الأعراف. ايه. و23 في الفرقان. نعم. 44 في هود. ايه. 2 في سورة الحشر. تمام. 10 في سورة البروج. تمام. الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، والمعوذتين والكافرون والإخلاص. يعني هاي الأنفال والصافات وهدول ما أقراهم؟ أنا صرت يعني لا أنا ما أقول لا 18 يوم. اسمعي، أنا ما أقول لا تقرينهم، لكن أقول طبق الرقية اللي قلت عليها هذه. إذا أضفتي سورة النازعات أو الصافات أو الصف
او الزلزله ما يخالف، حياك الله بحور، ممتاز جدا، ضيفي عليها اللي تبغين، لكن انا اعطيتك المطلوب عشان تفكين الرهان باذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالدعاء اللي احنا ذكرناه اذا انت كنت حاضره. يا شيخي بس سؤال، أنا بدي أمنع إنه يحصل الطلاق بيني وبين زوجي. دائما اقرأ، دائما اقرأي سورة الضحى، اقرأي سورة الضحى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحميكم الله سبحانه وتعالى. اقرأي سورة الضحى واقرأي سورة الفيل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين. نعم. طب يعني هو الأذى فيني أنا مو في هو؟ طبعا أنت اللي شفتي المنام وأنت اللي تأذيتي. قال لي أنا ما عم بقدر أطلع فيكي، عم أشوفك طيب شخص ثاني. نعم، لأنه الأذى عندك أنت مو عنده هو. أنت تقرأين اللي قلت عليه. أضف إلى ذلك أنت معنا في الدعاء اللي ذكرناه ولا لا؟ اللي اللهم فك رهاني المرهونة. طبعا أنا معك بهذا الدعاء، بدعي إلي وإله. أحسنتي استمري ولا تيأسي ولا تضعفي أمام الشيطان أبدا، كوني قوية. طيب ممكن أقول لك رؤية بسيطة، مو هي رموز مو رؤية يعني، حقول لك بس رموز. ما يمدينا عليها، وصلت لك المعلومة، معلش. طيب ماشي، معلش، استودعك الله. شريرة. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ أنا ما عندي حلم بس عندي استفسار. ما عندك حلم وشريرة وطول النهار تصايحين طلعوني أنا شريرة أنا شريرة. ممكن شريرة ليش؟ لا تقولي لي ممكن، ليش أنت شريرة؟ ليش؟ يعني أنت شريرة فعلا؟ هيك بشوي طقيت أخوي. قولي والله. إي بس سمحته. كيف سمحتي؟ أعطيته صرافتي. يعني جلدتيه وبعدين أعطيتيه الصرافة؟ إيه. كم عمرك وكم عمر أخوك؟ عمري 27 وعمره 17 أو 16. طيب أنا ممكن أنطق وأخذ الصرافة؟ إذا كان الصرافة فيها شيء، أما إذا كان فيها يا شيخ وذبحتيه. ما طقيته طق من جدي. وش سويتي فيه؟ لا مزح بس لتفتي شعره ولعبتي فيه وسمعوا صراخ كل الجيران، بعدين تعطيني الصرافة. صرافتك يعني ايش فيها قد 40 ريال؟ والله لو يبي كلي تعطيه. يلا الله يحفظكم من بعض. يلا يا شيخ دائما أحلم إني يعني أحضن أخوي هذا، يعني كأنه عمره كذا 3 سنوات. هو كم عمره قلتي؟ يعني لي 15 سنة أحلم فيه كذا. هو كم عمره؟ الحين عمره 16 تقريبا. أنت تمرين بظروف خليني أسميها بتسميتها هم وحزن وقلق. هذا كول بس بعد رقيتك لا. الحمد لله، هذا معناته فيه هم سيزول. نعم بمشيئة الله، وأنت حريصة عليه ومع ذلك ربما أنه حرصك هذا أكثر من لازم، يعني تحرصين عليه وتطقين. طيب يا شيخ سؤال بس، إذا تركت سورة البقرة تصير شفايفي سوداء ووجهي أصفر. إذا إيش؟ إذا تركت سورة البقرة. إذا تركتي سورة البقرة تصير شفايفك برتقالية وشعرك أصفر. وجهي أصفر. يعني يصير في تغير في الألوان. يعني أحس إنه بيغمى علي. إذا تركتي. أحس بيغمى علي. إيه. هذا وسواس عينك. وسواس. عمرك شفتي واحد أنا أضحك ما فيني شيء وبخير، بس إذا شفت وجهي في المراية. هي قلت هذا وسواس ترتاعين. بعدين أنت والله من الكتابات حقتك ترى الإنسان موكل بكلامه ونطقه. أنت شريرة، ليش شريرة؟ اكتبي السعيدة، اكتبي السموحة، اكتبي بنت الحلال، اكتبي شريرة مرة واحدة وحاطة عيون ولسان ملعومين وشريرة. والله ما ألوم الشيطان، يعني أنا ما ألومه، إحنا اللي نقول له غير الصورة دي وغير المسمى، اهدي واستهدي بالله سبحانه وتعالى. طيب أنا مثلا الحين أسبوعين ما قرأت سورة البقرة، يصير لساني أخضر وشعري برتقالي؟ يا شيخ أنا ما وسوس، بس صدق وجهي يخوف في المراية. لأنه في الواقع يخوف. يعني هو ما جاء عبث، يعني أنت الله أكبر، يعني أنت ملاك في الواقع وتشوفين في المراية عكس ذلك، أنت بتشوفين الواقع يعني. ما أوسوس ترى صدق والله، حتى الكل يلاحظ مو بس أنا. يا بنت الحلال اسمعيني، الحين أنت تشوفين شكلك في المراية بشع صح؟ على فكرة يا شيخ ترى أنت في المنام في رمضان جيتني قلت لي ترى راح تشوفين الأخضر أحمر والأحمر أخضر، هذا سحر وحافظي على سورة الكرسي. أنا قلتها بالمنام، قلت لك هذا الكلام؟ إيه. وحافظتي على آية الكرسي ولا ما حافظتي؟ أكيد. طيب حافظي عليها واستمري على قراءة هذا الكرسي، وبعدين استهدي بالله ولا تقعدين واقفة قدام المراية تشخصين كل يوم
مرتزة. تركي طيب الملاية يا شيخ. طالعين فيها، غسلي وجهك غسلي راسك بمويه باردة وصلي وتركي الكتابات حقتك هذه. طيب ما يعطيك العافية. عجبني وضعك، أنا حاسس إنه أنت تلعبين في نفسك. إيش قصدك؟ يعني أنت تحطين صور، تحطين حاجات، ما أدري عن غرفتك إيش فيها قد صور. فيها لوحات. لوحات تلقينها كلها زي ذا الفيس اللي أنت حاطته. لا أشد. أشد معناته الشيطان يجي يرتز فوقها أنت وعيون. يعني أشيلها معقولة منها يعني يجي. لا تشيلينها، زودي عليها وجيبي بس سفارين حطيها في الغرفة. بحط صورة فهد القرني. لا صورتي أنا شريرة يعني؟ ليش تحطين صورتي ليش؟ هذه يبغى لها والله زعلانة قسم بالله. ليش زعلانة بعد أنت؟ وش فيكم أنتم؟ يلا طلعنا يا عبد الله بعد القسط هذا طلعنا أحد، وأي وحدة تطلع تبدأ تقول نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي استفسار وعندي رؤية إذا تسمح لي. قولي يلا. طيب يا شيخ أنا عندي استفسار بس ما أبغاك تهاوشني. هات الاستفسار اخلصي. طيب دقيقة يا شيخ. يا شيخ يا أخي أنا لفترة حملت برنامج أوكي تويتر. ايه يعني صار يطلع لي في الإكسبلور عن يعني الطاقة وعن ايوه راج والعقرب وكذا. اها إيه ايوه والله أنا يعني أنا ما أؤمن فيها، فيعني بس جلست أقرأ يعني عن مثلا الأبراج. تمام عليك. اها فيا شيخ يعني صرت كل ما أدخل تويتر ألقاه يعني موجود، على إني أنا ما أتابع يعني الحسابات اللي مثل كذا، بس هي طلعت لي. هي تطلع، هي عندها رجول خاصة انها تطلع لك انت مو وسط الناس كلهم. والله يا شيخ قسم بالله إني ما كنت أبحث عنها أصلا ولا كنت أعرف يعني شيء اسمه مثل كذا. وبعدين فيا شيخ صرت أقرأ ويعني أيوة. صرت في أشياء أصدقها وفي أشياء ما أصدقها. ايوه يا شيخ يعني صرت أحاول قد ما أقدر إني ما أدخل، حتى حذفت التويتر الكبر. اها بعد فترة زي اللي ودي إني أرجع أقرأ. ايوه بعدين صرت كل ما أشوف الحسابات هذه يا شيخ صرت أحضرها يعني، لأن يعني عرفت إني أحس يعني هو شرك بالله، ف تجيني نفسي إني ودي أقرأ بس يا شيخ يعني ما أبدأ ما أروح ولا أقرأ عن هذا الشيء، ما أدري يا شيخ شو أسوي. ايش تسوين؟ والله يا شيخ والله إني أحضرها بس تطلع لي الحسابات يعني في الإكسبلور أو الصفحة. والله شوفي انت كم عمرك؟ 22. 22 خيزران لما تطرق طرق. يا شيخ والله لا تهاوشني والله يا شيخ مو قسم والله بهاوشك. والله. اسكتي. طيب أبشر. انا كم مره تكلمت عن الاشياء هذه تبحثون عنها تروحين. الحين انت الوحيد يعني انا الحين كم افتح تويتر عمرها ما طلعت لي. ثالث يفتحون تويتر عمرها ما طلعت لهم. انت بالسبابه الوسطى والسبابه اللي معلقه بجبهتك تقعدين تدورين ولين تطيحين، والحين تصيرين ما عاد تقدرين تطلعين، كل شيء ترجعين تدورين، خلاص تقولين ما راح اقرا بعدين ترجعين تدورين. هذا اسمه الجذب. هذا اسكتي. انت تكلمتي قلتي كل شيء اسكتي. هذا اسمه جذب. هذا جذب. تقعدون تروحون ترجعون تروحون ترجعون حتى تقعين في المصيدة. إذا وقعتي في المصيدة بلطي البحر الأحمر كله، ولا بلطي صحراء الدهنة قيشاني برتقالي مع نفسك. لا عاد أشوفش توططين هناك. طيب أبشر يا شيخ. طيب يا شيخ أقول لك رؤيتين تسمح لي؟ رؤيتين؟ لا واحدة. وإذا كانت ما هي بقصيرة ترى. أبشر. طيب يا شيخ أنا هذا المنام قد تكرر عليه من زمان، ويعني صار الفترة هذه تكرر عليه لأني صرت أذكر يعني أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأصلي على النبي، بس يعني مو بكثرة لكن شفت هالمنام هذا 3 مرات. يا شيخنا رأيت إني كنت زي مكان قصر أو بيت يعني زي اللي كنا قاعة اختبارات كأنه شيء، فجالسة أدور شنطتي أنا، فيا شيخ فجأة كذا زي اللي جاء سيل أو زي البحر دخل على بيوت
ودخل على الشوارع، يعني دخل زي على حي، وإحنا كنا موجودين يعني أهلي وناس غريبين أنا ما أعرفهم، وأنا كنت يعني موجودة من ضمنها. بعدين يا شيخ زي اللي جيت طلعت أنا برا على الشارع، فجاني رجل أنا ما أعرفه أو كني أعرفه في المنام، زي اللي يا شيخ جاء أو السيل جاينا أو الموية جايتنا تبي يعني تصفق فينا، فجاء الرجل هذا وزي اللي حضني، فيوم حضني طلعني من الموية، عرفت يعني زي اللي يا ما أدري كيف، بس زي اللي يعني سبحنا وطلعني من الموية. بعد يا شيخ كان في قارب صغير وطلعنا أنا وياه هذا الرجل على القارب. بعد يا شيخ يعني صرت أشوف إني أنا راكبة قارب صغير ويعني وسط موية إيه. وبس يا شيخ. خلني أقهركم، أخذت لي ملعقة عسل. طيب عشان أقدر أمشي معكم شوية، كيف أسرارك؟ الله يسلمكم. أسراري إيه. والله فترة طويلة ما صرت أتكلم أصلا لأحد يعني. بس كنتي ما يعني ما أسرار، مو أسرار، كنت مثلا الأشياء مثلا تفرحني أحب أتكلم فيها يعني. طيب أول شيء ابتعدي عن أي شيء فيه فتنة. الموية هذه تشوفينها، الوالد والأخ الكبير كم عمره؟ إذا في أخ كم عمره؟ إذا كان في أخ أكبر منك؟ أيوة في عمر 29. 29. طيب شوفي، إذا كان الأب أو الأخ يمنع من شيء أو يحاول يوجهك توجيه صح، اسمعي له، ركزي معه، لأنه ربما لو لا سمح الله تتوهين في أمور ما لها داعي، زي البحث عن الأمور هذه أو أي أشياء أخرى، أو الأشياء الشخصية الخاصة فيك تقولينها لأحد، أو تتبعي خطوات لا سمح الله تكون يعني تظلك شوي، خاصة زي اللي تكلمت عنها قبل شوي أو غيرها. فاسمعي الكلام الكبار اللي موجودين من الرجال، سواء الأب أو الأخ، في خاطب قادم أو في خاطب تكلم معكم. لا والله ما في لا خاطب ولا غيره، يعني في أول بس إنه ما صار بيني وبين نصيب. أكبر منك سن بكثير ولا قريب؟ إيه مرة كان كبير يعني. كان أكبر؟ أيوة كبير، كان بيني وبينه 20 سنة. طيب وهذا الشخص راح تماما؟ أيوة راح. يلا الله يعوضك خير. ربما والله أعلى وأعلم يكون في شخص قادم برضه بيكون أكبر سنا، ولكن بيكون أفضل حالا من غيره، والله أعلى وأعلم. نعم. طيب يا شيخ القارب اللي طلعت عليه هذه النجاة إن شاء الله. تمام الله يعطيك العافية، شكرا لك، معلش يا شيخ أنا آسفة يعني. إن شاء الله عاد شوف توطين هناك. قولي وعد، قولي وعد. والله وعد الحين أحذف أصلا الحساب كله علشان ما يعني ما تحذين أنت حرة، حتى لو تتابعين لأن في أشياء جيدة، بس لا توطين ولا تقرين، ترى والله ثم والله إن يفصل عقلك تماما، تصيرين خبلة ما عندك عقل. أبشر يا شيخ أبشر. مع السلامة. الله يعطيك العافية، شكرا لك. حياكم الله، حياك الله يا نوره. حيا الله ام خليفه، حيا الله الشباب، حيا الله اخوي عبد العزيز، الجميع حياكم وبياكم ونورتوا المكان. لطيفه مرحبا. نور الفجر. لحظه يا عبد الله يا اخوان. الله يخرب بيت ابليسك يا عبد الله. مرحبا يا ابو حسام، صلوا على رسول الله. انا كم مره يا جماعه الخير انتم 10,700، تراها من ذمتي لذمتكم، كيفكم انتم حرين، وصلوا كلامي ما توصلون، اقتنعوا فيه ما تقتنعون. اللي يطرق اي باب من الابواب اللي احنا قاعدين نسمع عنها لا يلوم الا نفسه، اذا فقد عقله او تصرف اساء لنفسه واساء المجتمع واساء لاسرته واساء لحياته وتدمر مستقبله. اذا طرقتوا الابواب هذه ثم حدث لكم ما حدث، تحملوا مسؤوليه انفسكم. من الاخر كذا، انا شو مصلحتي كل يوم انا اتكلم في هذا الكلام؟ صورة الواقع بالمنام تدل على تغير أحوالك بمشيئة الله. من قرأ صورة الواقع بالمنام، أهلا يا نور الفجر، طلبتك نور الفجر للطلوع، سويت دعوة، يلا يا مرحبا يا نور. لا مو بلازم تحطون صورة سيئة عشان أطلعكم، لا والله أنا أطلع كذا، حتى لو تكتب عبير الورد طلعتك، ولا ورد أزرق. أنا أحاول أتصيد كذا من الله سبحانه وتعالى يرزقنا نطلع أحد ما قد طلع، زي الأخت اللي من سوهاج، والله إني تعبانة.
يلا يا اللي تقول والله اني تعبانه. ام جواد مرحبا. ابو ناصر. الو الو يا شيخ، يا شيخ. انا جتني رساله هالحين، جتني رساله من احد يقول والله اعرف قريبه مني زوجها طرق الابواب الروحانيات هذه وفصل عقله تماما ومخه، والان جالسه عند اهلها 9 شهور ما تدري وش تسوي. وانا جاني شخص متعلم بل معلم، يعني عشان ما تقول السذج والناس العاديين، مدرس مفصول مخه، عمره في 40، والله العظيم اني انا قاري عليه. واول ما قريت عليه عرفت ان عنده سحر النجوم. قلت انت تقرا الابراج؟ قال ايه، واخذ فيها محاضرات. صار لي سنه وانا اقرا معهم. قلت ان شاء الله حتى مو بيفصل مخك، ان شاء الله يفصل راسك من مكانه، بلاش منك انت وغيرك في المجتمع. وش اسوي فيك؟ يعني كل واحد عنده عقل، في راسه عقل. وش ذي الاشياء اللي احنا قاعدين نقراها؟ لو قلت لواحد منكم اقرا سوره النازعات قال ما اعرف، وماسك طيب ما علينا. يلا نصحت كثير لكن لا حياة لمن تنادي، حياة الله يا أم ميثة. اللي على القسط الحين تقول والله أنا تعبانة، تكلمي. يا شيخ. نعم. اسمعني يا شيخ، أنا بدأ تعبي من شهور حملي الأخيرة. أول شهور حملي ما فيني إلا العافية. نعم. من آخر. لحظة، اهدي بالله، استهدي بالله. عبد الله لا تنزلها ولا تعرضها، خلها. يا شيخ. قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شيخ، آخر 3 شهور في حملي تعبت تعب غريب. أصحى من النوم أبكي، في شيء يتحرك في جسمي. ما أحب أسمع القرآن، ما أحب أسمع صوت الصلاة. ولدت بولدي وما زلت تعبانة. شيء يهدني، لو إنه جبل يهد. بعدين كان زي اللي مغيب علي. اخواتي قالوا لي ولدك مو طبيعي، في شيء في عيونه. ورحت الدكتور، رحت للشيوخ، رحت للدكاترة يا شيخ، قالوا لي ولدك ما يشوف. هذا الكلام يا شيخ آخر رمضان، مو السنة هذه، قبل 7 سنين. ظليت أدعي وأروح عند الملتزم وأدعي الله إنه يوريني ما أنا فيه. فصرت أشوف منامات متتالية. أول رؤيا رأيتها كان ولد الصغير في حضن أبوه، كان يمسح على رأس ولد الصغير وينزل من ولدي شيء أسود يا شيخ، يعني زي الضر، زي حبات الضر، صغير وكثير. كان يقول لي يا فلانة طاح الخبيث. صرت سألت عنها معبر، قال لي أنتي على رقية؟ قلت له إيوه. أنا طبعا لما رجعت أرقي ابني وقتها كل الدكاترة قالوا لي استحالة ولدك يشوف، احلمي إن ولدك يشوف. فالتجأت لله وصرت أرقي ابني اللي يقول لك مستحيل إنه يشوف الرقى؟ لا الدكاترة. طيب. عرضت على 7 دكاترة عندنا في السعودية و3 دكاترة برا المملكة يأسوني من إن ابني يشوف. فلما صرت كنت في ليالي الوتر أطلع مكة في رمضان، وكنت يعني لما أدخل مكة كان في تعب صعب أوصفه. كنت أجاهد عشان ابني. وصلت
اهدي شوي. كم عمر الولد؟ اهدي قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولدي عمره 7 سنين. طيب صرت أرقي وأنا في جهاد في عندك تعب. موية؟ لحظة، عندك موية؟ عندي موية زمزم أقرأ عليها يا شيخ. لا الحين جنبك موية؟ لا ما جنبي موية. طيب المفروض يكون جنبك مويه، تشربين شوي مويه وتستهدين بالله. واسمعي، ما راح تنزلين من البرنامج، راح تستمري معي في القسط حتى لو نقعد ساعه كامله، تكلمي وتفضفضي وقولي تبغين، بس ابغى تهدين تماما عشان تقدرين تتكلمين وعشان انت ما تتعبين، لانه احنا نبغى تكونين بخير وراح تكونين بخير وتطمني على نفسك وعلى الولد. انت في حفظ الرحمن، لا تخافي. أنا يا شيخ والله لو أظل عمري كله تعبانة أرحم من إني أشوف ابني يعاني. يا شيخ أنا بعد رأيت رؤيا سألت فيها أحد المعبرين، رأيت ابني، رأيت نفسي واحدة أعرفها، كانت وقتها ابني كان عمره 3 شهور، فكنت أسأل الله إن كان ما فيني بلاء يرفعه، وإن كان فيني عين أو حسد يريني من أصابني. وكنت كثير ما أقف عند الملتزم يعني وأدعي الله. رأيت رؤيا إنه واحدة أعرفها تتخبى ورا الباب، وكان ابني وقتها في المنام كبير يعني 2 3 يلعب مع الأطفال، بس هو في الحقيقة رضيع يعني 2 يمكن أو 3 شهور. فكانت هي تراقب ابني من ورا الباب وعيونها مثل الشيطان، لكن هي وكنت أنا معطيتها ظهري ماشية وأناديها أقول له أنا ماشية، بس أنا في المنام أشوفها بس هي ما تدري إني أنا أشوفها، بس في المنام كانت عيونها عيون شيطان ما هي عيون إنسان. كان وقتها ولدي يعني مو 3 سنين كده يعني يلعب كبير مو صغير، بس هو في الحقيقة لما أنا انفجعت على ولدي كان ولدي في الأشهر عمره 3 شهور. لما شفتي المنام كان عمر الولد؟ مرة يا شيخ أنا 3 شهور، أنا لما تعبت ولدي كان عمره لا اسمعي، المنام هذا اللي شفتي، الحرمة هذه اللي عيونها عيون شيطان، متى كان عمر الولد؟ كان عمره 3 شهور، بس في المنام كان كبير يلعب مع الأطفال. في المنام شفتيه كبير ويلعب يعني على 2 سنين، يعني هو كان مع الأطفال مجموعة أطفال يلعب وهي متخبية ورا الباب. انت قصدي اسمعيني أنا فهمت عليك. أنت تقولين شفتي المنام عمر الولد 3 شهور. إيه. وإنه في المنام إنه كأنه عمره 3 سنوات ويلعب. ايوه كان يلعب، ما ادري كم بالضبط، بس انه طفل كبير يمشي يعني كبير. يتحرك. طيب يمشي يتحرك ويلعب. ابشري لحظه. الولد بدا يمرض من عمر 3 سنوات او من 2 وانت طالع؟ من اول ما جبت ابني هو مريض، بس انا ما كنت اشوفه، كانوا اللي حولي وانا كنت تعبانه. انا اكثر شيء كان يلفتني الى اشتغل صوت التلفزيون على الصلاه والقران اجري اطفيه، ما ادري كنت استغرب، ما احب صوت القران. يعني انا كنت اول شهور حملي يعني كنت احفظ اولادي القران، الحفظ اللي عليهم في المدرسه عادي. فجاه في شهور حملي الاخيره أنا انقلبت عافيتي 180 درجة، أنا مو أنا، وأحس بشيء يتحرك في جسمي، وكل ما أحك من مكان يتجه مكان ثاني. كنت أصحي زوجي أقول له تعبانة أنا تعبانة، يقول لي توسوسين. رحت لأمي أقول لهم يا ناس أنا تعبانة ماني بخير، يقولوا لي أنت تتوهمين. أنا ما أتوهم، أنا كنت إلى الشهر السادس أول السادس أنا بخير، إلى بعد منتصف السادس عرفوا يعني يا شيخ كثير يلحقوني. حملتي بإيش. فاضطريت من كثر ما حد تجيني أسئلة قلت أنا حامل بولد. والله يا شيخ والله من بعدها أنا ما شفت عافية ولا ولدي شاف عافية. أنا يا شيخ أخذت الموية، الشيخ اللي عبر لي قال لي خذي موية هذه الإنسانة واغتسلي وغسلي ولدك. إني أنا غسلت ولدي، قال لي ما رجع بصر ابني كامل، ابني يرى بس عنده ضعف في الرؤية. كان يقول لي الشيخ المعبر اللي كلمته قال لي لأني كثير كنت أتواصل معه كل رؤية أراها أكلمه، يعني كان يقول لي أنت فيك أذى
فيك أذى فاصبري. استمري على الرقية. أنا يا شيخ أستمر على الرقية فترة وأقطعها، أرجع أستمر وأقطعها، لكن أنا ضعف نظر ابني هد صحتي، هد حالي. لا 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 تقلقي، لا تقلقي. أنت من أي منطقة؟ الطائف؟ جدة. جدة؟ أنت من الجنوب أصلا؟ لا 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 يا شيخ، أنا ماني من الجنوب، ما أقدر أقول اسمي، أخاف أحد. طيب لا 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 ما نبغى الاسم. أنا أقصد أنتم تروحون الجنوب ولا ما تروحون؟ أنا من أهل الغربية، ماني من أهل الجنوب أبدا. لا 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 أقصد أن أنتم تروحون الجنوب ولا ما تروحون؟ تروحون الجنوب ولا ما تروحون؟ بس إيه ولا لا؟ أروح في الصيف، نروح أبها يا شيخ، نتمشى زي الناس ونرجع. طيب تمام. الولد هذا أكبر عيالك؟ لا لا لا، أنا يا ربي تحفظهم خلفتي أولاد. اي انا كنت متوقع هذا الشيء، ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه، هو حتى المعبر قال لي خلفتك اولاد، قلت ايوه. إيه. انا حملي الاخير بعد ما عرفوا انه به ولد، وندمت اني قلت اني حامل. لا 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 شوفي، انت دخلتي التشاؤم شويه. هو كلامك كله صح وانت على حق، وفعلا ربما يكون في عين، وربما يكون في حسد، وربما يكون في اذى من الشياطين، ولكن انت ادخلتي التشاؤم كثير جدا. والله متشائم يا شيخ، 7 سنين ارقي في نفسي وارقي في ابني، مهدود حالي على عافيه ولدي، ما هو علي. انا كأم اتحمل الاذى لو مدري كم من العمر، بس ابني ما تحمل عليه. ولدي الان في عمر. انت ارسلتي عليه رسائل نصيه؟ ومن وين ارسلنا نصيه؟ ما اعرف لك طريقه شيخ غير جاكو اني لقيت. لا لا لا، انت ارسلتي عليه ولا ما ارسلتي؟ لا لا، ما اعرف لك طريق ثاني غير البرنامج ذا. طيب اسمعيني، صلي على رسول الله. اول شيء ابغى تهدين تماما، وبقول لك ايش تسوين. طبقي هذا الامر بكره، طبقيه وتعالي بكره عندنا في البث هنا، او تواصلي معي على الخاص، او تواصلي مع عبد الله وقولي لي ايش بيصير. راح يصير خير بمشيئه الله سبحانه وتعالى. بكره جيبي دبه مويه زمزم، اقرأي عليها الفاتحه 7 مرات، بس ابغى تقرين بهدوء وبيقين بانه الله سبحانه وتعالى راح تكون هذه اخر قراءه، وانه راح يكون شفاء بعدها. ما ابغى تقرأين وانت خايفه انه ما يصير شيء. اذا انت دخلتي هذا الشيء بالقراءه انه والله يمكن يصير يمكن ما يصير، معناته انه لا زال في عندنا شك في قدره الله، احنا ما نبغى هذا الشيء. لا والله لا والله يا شيخ، ودائما اقول لزوجي يقول لي تتوهمين ما تتوهمين واستسلمي، هذا يعني انا اقول له مستحيل، انا متيقنه ان اللي فيني ولدي عينه حسد. لو انه ابتلاء كان الله اراني انه ابتلاء، ما يخيبني الله عند الملتزم، هو يكذبني بس انا ما يهمني. أنا الآن ابني رجع له بصره. أنا لما غسلت أنا أعرفه يا شيخ إنه الإنسان. أنا عارف المرأة هذه اللي أنت شفتيها أكيد هذه عائنة أو حاسدة أو مؤذية بالعين. طيب اسمعيني، خلاص ركزي معي. الحين أنا أبغى بكرة تجيبين دبة موية، تقرأين الفاتحة عليها 7 مرات بيقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى بهدوء. تقرأين سواء بعد صلاة الفجر، بعد الظهر، أي وقت تختارين من النهار، لكن لو قرأتي بعد فرض الصلاة وأنت على طهارة وكذا تمام. بعدين تقرأين، تاخذين القرآن تفتحينه، تقرأين سورة النور كاملة إن استطعتي، سورة النور كاملة. بعدين تقرأين على زمزم يا شيخ. اي نعم، يعني تجيبين زمزم الدبه الكبيره هذه ابو 5 لتر او الكبيره. طيب. وتفتحين الغطاء وتستهدين بالله سبحانه وتعالى وانت مقابله القبله، وتقرأين سوره الفاتحه 7 مرات متتاليه بكل هدوء تنفثين بالماء. بعدين تقرأين سوره النور كامله ان استطعتي، وان ما استطعتي 30 ايه الاولى من سوره النور. بعدين تقرأين سوره الواقعه. بعد ما تقرأين انت قاعد تسجلي ولا لا؟ إيه معاك يا شيخ أكيد. احسنتي. تقرأين سوره الواقعه، بعدين تقرأين ال5 الأوائل من سوره الملك، تبارك الذي بيده الملك. بعدين تقرأين فارجعي البصر هل ترى من فطور، ثم ارجعي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، رد العين على العائن بإذن الله سبحانه وتعالى. بعدين تقرأين اللهم صل وسلم على رسول الله ال5 الأوائل من سورة العمران. طبعا يهمني في سورة العمران قراءة ال5 الأوائل منها خاصة. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، حتى آخر ال5 الآيات من سورة العمران. بعدين تقرأين الكافرون، الفلق، الناس، الإخلاص، كل واحدة منهم مرة أو مكرر. بعدين تنفثين بالماء وتشربين منه وتسقين الولد. بعدين تحاولين بجهد المستطاع أنه يغسل الرأس عندكم، يعني كأنه تأخذين دش للرأس بما في ذلك العيون عند الولد، وتحاولين تكون المويه على عيون الولد شوي. إن استطعتي تزودين على الماء
نفس هذه اللي قرأتي عليه، لو أخذتوا نص الدبة ما يخالف، واليوم الثاني تزيدون عليها كمية ثانية، مقري عليه جاهز، يعني لا تقرأين، تكفي قراءة واحدة، تضيفين عليه كل ما ينقص تزيدين عليه، وتكررون غسل الرأس بهذا الماء اللي عليه رطب. حياك الله يا أبو حور. تسلم يا أبو حور، الله يبارك فيك. وتستمرين بالطريقة هذه لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى يزول الأذى من الولد ومنك أنت. بس أبغى تكونين مطمئنة شوي، لأنه من كلامك واضح أنه أنت مرتبكة وخايفة لا وعندك. لا 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 والله يا شيخ، ما يعلم بيني وبين ربي غير ربي. بس أنا عندي في شيء غريب، يعني أنا قابلتها، هي الإنسانة اللي حسدتني قابلتها عند واحدة من قريباتي قبل فترة. اشتد التعب علي، اشتد التعب علي. هل يا شيخ إن إذا قابلت الحاسد أي تجدد؟ نعم ممكن، نعم، لا ما يتجدد، لكن يتعب المحسود. إذا التقى الحاسد بالمحسود يتعب المحسود. حتى ولدي لكن لو شافته يا شيخ، ولدي يتأثر لو شافته. اسمعي، طيب أنت سألتيني، لازم تسمعيني وتثقين في كلامي إن حبيتي تثقين فيه. أكيد أثق فيك يا شيخ. شوفي، المحسود أو المعيون إذا التقى بالحاسد أو العائن يتعب، ما هو بيعود عليه البلاء، لا ما يعود عليه، لكنه يتعب بلحظتها، يتعب قليل ثم يزول الأذى، أو بعد ما يروح البيت يقعد تعبان يوم أو يومين بعدين يزول الأذى، يزول الأذى، خاصة إذا كان الإنسان متحصن. فإحنا نبغى تكونين متحصنة دائما، تستهدين بالله، تثقين في الله سبحانه وتعالى أن هذا البلاء يزول. ما في شيء يا بنت الحلال ما يروح، ما في شيء ما يزول، كل شيء يزول. في ناس أنا قلت لكم البارح الكلام هذا، أو قبل البارح ما بثيت، قبل البارح قلت لكم إني التقيت بشخص عندنا في الجنوب، جلسة واحدة تقريبا ما تجاوزت نصف ساعة، والله كان عنده أورام بالغدد وكان عنده أورام بالأبطين، وكان على أساس بياخذ خزعة. قريت عليه تقريبا نص ساعة، وكان الرجل مطمئن، يعني كان عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. وبعدين خلاص أنا مشيت، قابلت نفس الشخص اللي جابني عنده قريب قبل يومين أو كذا، قال لي والله شوفي تماما ما في شيء، حتى أنه خلاص ألغى مواعيده ولا شيء، وقف، صار بخير. فأسأل الله أن يتم عليه العافية عليكم على كل مسلم. لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى. أول شيء ترى رقية الإنسان على نفسه أفضل من غيره. الشيء الثاني أنكم إذا أخذتوا من غسل الإنسان أو من اغتسال الشخص أو من ماء أو من أثره، خلاص ما شاء الله يكفي مرة واحدة أو مرتين تكرر، بعدين تكتفون خلاص. وش نسوي بعدها حنا؟ نبدأ نرقي. بعد ما غسلت أنا تعبانة، حتى بعد ما غسلت بمويتها أنا يعني رأيت رؤيا إنه أنا تسمعيني، أبغى تجيبين الزمزم وتقرأين عليه وتنفذين اللي قلت عليه. أنا عندي زمزم قرأت عليه البقرة والفاتحة وقل هو الله أحد والكافرون والزلزلة. أنت سمعتيني ولا ما سمعتيني؟ سمعتك يا شيخ، بس أنا أقول لك هل هذا ينفعني؟ لأنه أنا عندي أقرأ عليها النور مرة ثانية نفس الموية. شوفي، إن بغيتي تضيفين على الماء هذا ضيفي عليه، ما بغيتي تجيبي ماء جديد وقرأي عليه. تمام. اقرأ عليه، طبقي اللي قلت عليه، لأنه هذا أقرب للنفع بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى تزول العين إذا كان في عين. فإذا كان الأثر نفسي، إذا كان أثر نفسي فقط ووهم راح يستمر، إلا إن أنت توقفينه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين ترجعين إلى الله وتقولين لا أنا ما في إلا العافية بخير الحمد لله رب العالمين. لأنه سبحان الله العظيم بعض الناس لما يتوهم أنه خلاص بدأ ينحف، بدأ يضعف جسمه، تلاقينه يضعف سبحان الله العظيم، أو يتوهم يخاف أنه أنا زاد وزني، لو يأكل تفاح يزود وزنه، لأنه خلاص هذا وهم. والوهم ترى يهلك الجسد ويهلك الإنسان، وهو أقوى ترى من السحر وأقوى من العين وأقوى من كل شيء. الوهم خطير جدا، ترى نص المجتمع أو في المجتمع كثير جدا، عدد كبير جدا من اللي عندهم أمراض روحية تلقين أغلبهم متوهم أو كان مريض وشفي ولكنه لا زال خايف وعنده وهم إني أنا ما صرت بخير، ويستمر الوهم معه دائما، وتلاقينه يتنقل من راقي إلى راقي، من قراءة إلى قراءة حتى يتوه. نفس اللي عنده صداع، جاء واحد قال له خذ بنادول أخذ بنادول، جاء واحد قال له خذ بروف أخذ بروف، قال واحد خذ نفلجين أخذ نفلجين، كل ما قال له واحد خذ شيء أخذ. لا، إحنا نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونهدأ وطبقي اللي قلت عليه، وراح تكونوا بخير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. خذتي من أثرها مرة واحدة يكفي، لا تكرر. طيب يعني أنا يا شيخ ما فيني أذى من الشياطين، وابني ما في أذى من الشياطين؟ صلي على رسول الله. لأني أنا يا شيخ لما أقطع الرقية عادي أحس إنه أهدى، يعني ما لما أرجع للرقية مرة ثانية أتعب. طبعا تدري ليش؟ لأنه أنت عندك قرين أهلكتيه، قرينك أهلكتيه صار ينتقم. فإحنا نقول ليش الإنسان يقعد يرقي نفسه. الحين لو رحتي للمستشفى وأعطوكي مثلا 3 حبات حبوب معينة، دواء معين، وقال خذي 3 الدواء هذه، أخذتي 3 وبعدين أخذتي 3 ثانية و3 ثالثة وكثرتي صارت عكسية. ليش؟ لأن القرآن أصلا ما هو بس للرقية،
القرآن فيه بركة وفيه تدبر وفيه تتبع لخطوات القرآن. ما هو لازم تقعدين تركين يوميا ماسك القرآن ورقية رقية 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 وعلى الولد وعلى نفسك. تدرين ان في شخص انا اعرفه معرفة شخصية ان عنده بنت تقريبا عمرها 6 شهور، جاء حط سماعات عليها وشغل لها رقية، البنت قامت تفز والله كأنها مضروب فيها كهرباء ولا ما تدرين. حتى أنا يا شيخ أوقات لما أقرأ على ولدي يعني أنا مستمرة بالرقية، لأنه قالوا لي الشيوخ ما توقفين الرقية. لا لما أقرأ على ولدي جزء من الجهة اليسار تنفض كأن فيها كهرباء. انت بنت الحلال تركتي الحياة ومسكتي في الرقية الشرعية. انت تركتي الحياة كلها، تركتي الأكل والشرب والعيش والبسطة والوناسة مع الزوج ومع الأبناء الباقيين ومع الحياة بصفة عامة ومع الجيران ومع التسوق ومع السفريات ومع الكشتات ومع كذا، تركتيها كلها وماسكة رقية على أنت والولد. أنا كيف أعرف؟ طيب أنا يا شيخ كيف أعرف إن ولدي يتحسن ما تحسن؟ أنا إذا في أذى خرج أو ما خرج أن ولدي لأنه أول الأمر الدكاترة قالوا لي احلمي من ولدك يشوف يا بنت الحلال اسمعيني، أنا سمعت كل شيء. أنت معنا من زمان في البرنامج ولا أفصل عليك الحين خليك تدورين بدون عقل؟ إيه اسمعيني، الولد نايم؟ طيب تروحين عنده الآن وهو نايم وتستهدين بالله دائما وبعدين تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين سورة الفاتحة بكل هدوء. إذا الولد استقر نومه ما تحرك أبدا ما فيه إلا العافية. مرة واحدة لا تروحين تقرأين على سورة البقرة، اقرأ عليها الفاتحة مرة واحدة قولي بسم الله الرحمن الرحيم بدون ما يسمع. الحمد لله رب العالمين بالطريقة هذه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إذا الولد متسطح نايم تمام ما في رمشة ما في أي شيء ما في حركة ما في شيء، معناته الولد ما فيه إلا العافية. وشيل الأفكار من راسك. طيب يا شيخ الرؤية اللي طاح الخبيث قلتش هذا خروج أذى. خرج الأذى يعني ولا ما خرج؟ لأني ما لا هذا نعم هذا حياك الله بحور، هذا يدل على نور الحق، هذا يدل على خروج أذى وزوال هم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنت توهتيني. ليش يا شيخ؟ توهتيني، أنا قاعد أقول تسوي كذا كذا وبعدين قلتي لي هذه ورجعتي مورا الجدار ودخلتي عليه من باب ثاني. يا شيخ أنا مناماتي في ولدي إلى الأمس أنا يا شيخ أنا صرت أقرأ لا يعني سمعت عن فضل وأنت تدرين اسمعي، وأنت تدرين الحين أن أنت كل ما فسرتي منام وكل ما شفتي منام تجي الشيطان يعطيك منام ثاني ولا ما تدرين؟ تدرين ان الشيطان مبسوط ومتكي على راس المخده كل ما تنامين جاء طقك 2 منامات 3 منامات. انت تتوقعين الشيطان الحين يدري انه انت خايفه على الولد ويجي يعطيك منام. بس يا شيخ اسمعي في منامات انا متاكده. اسمعيني طيب، انت تتوقعين الحين الولد تشوفين انت انه مريض وانت تعاني من المشكله هذه، تتوقعين الشيطان بيجي عندك عند راسك بالليل ويقول كلي تفاحتين ورمانه وبرتقاله وسفرجل؟ ما راح يقول كذا، راح يعطيك منامات كلها عن الولد. بعدين يجي اليوم الثاني يعطيك منامات عنك انت والولد، بعدين يجي يعطيك منامات عن فلانه وفلتانه وعلتانه وملتانه حتى تتوهين وتضيعين ويضيع مخك. يا شيخ انا ما في ولا منام شفت عن ولدي. انا قبل كم سنه شفت منام نور نازل من السماء على واتبعوا ما تتلو الشياطين، كان القرآن مفتوح في ظلام ظلام ظلام، نور من السماء نازل بس على هذه الآية. طيب تمام، قرأتي الآية هذه بعدها ولا ما قرأتيها؟ أقرأها، أيوة أقرأها. طيب تمام، الحين تقدرين تقرأينها ولا ما تقدرين؟ واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إيه نعم. إيه نعم حفظتها أنا. بالله عليك. إيه. طيب اقرأيها. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شوفي أنت ما فيك إلا العافية، قولي لا إله إلا الله، كرري لا إله إلا الله 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 كرري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا كرري لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلاص شوفي
ما فيش الا العافيه لا انت ولا الولد. طبقي اللي قلت عليها سوره الفاتحه و30 ايه من سوره النور، الخمس الاوائل من سوره ال عمران، القلاقل الاربعه، الخمس الاوائل من سوره الملك، وتنفثين بالماء، وتغتسلين تسوين دش كامل للراس ليش انت والولد يكفي، ولو راح على الجسد يروح ما يخالف. حتى لو تجيبين المويه بقطن وتمسحين وجه الولد وعيونه حتى تستقر احوالكم. اهدي تماما، اكثري من الاستغفار والتحصن الصباحي والمسائي، الاذكار الصباحيه والمسائيه. جيبي للولد اذا كان لابد جيبي له عسل. يا شيخ عندي عسل، عندي عسل وعندي مويه مقري عليها اصبها، بس انا يا شيخ لا كثرت من لا اله الا الله ينهد حالي. الحين انت قلتي لا اله الا الله 20 مره نهد حيلك. لا مو ب20، انا يا شيخ 7 سنين وانا في يا الموضوع. بنت الحلال والله انت في وهم. ايش تبغين؟ اطلعي من الوهم، اطلعي من الوهم تماما، سوي اللي قلت عليه واطلعي من الوهم اللي انت فيه. والكدمات يا شيخ اللي تطلع مع الرقيه، الكدمات، تدرين الكدمات احيانا يكون عند الانسان نقص فيتامينات وعنده مشاكل صحيه اصلا وتكون موجوده اصلا في جسمك وتظهر، واحيانا تظهر مع الرقيه اذا كان في عين موجوده اصلا موجوده من اساس. انا اذا وقفت الرقيه تروح الكدمات، يعني هو النقص ما يطلع. إذا وقفت الرقية تروح الكدمات وما يطلع مني ولا شيء. بمجرد ما أبدأ رقية وموية زمزم جسمي يصير كله كدمات. وأنا إيش قلت لك يا بنت الحلال؟ قلت أنت رقيتي الحين كم سنة ترقين؟ أنا ما أنتظم على الرقية، أنا أرقي شهر وأحس إني أتحسن وأتركها. طيب إذا ترقين مرة ثانية. إيه، وإذا رجعت مرة ثانية أرقي أتعب وآخذ وقت أجاهد نفسي في الموضوع هذا. طيب خلاص اسمعي، أنا أبغى تطبقين اللي قلت عليه، تستطيعين ولا ما تستطيعين؟ أستطيع بإذن الله. خلاص تسوي اللي قلت عليه فقط ولا تتجاوزين. بإذن الله. وأغسل راس ابني وعيونه. نعم، اغسلي راس الولد وعيونه، لا تروحين ترشينه بالماء البارد تعدمين حياة الولد. روشيه بحاجة خفيفة، مسحي وجه الولد والراس والشعر زي الخلخلة في الراس ومسحي عيونه. الشيء الثاني الآن بعد ما تقفلي من عندي لا تروحين ترعبين الولد، اجلسي بجنبه بكل هدوء، اقرأ الفاتحة مرة واحدة. إذا ما تحرك لا تقولين بقرأ مرة ثانية عشان يتحرك، ثم تقعدين تقرين يسمع صوتي وبعدين يخاف تقولين شفتوا تأثر. أنا قلت روحي اقرأي الفاتحة مرة واحدة فقط، مرة واحدة، وشوفي الولد إذا كان ما تحرك أبدا بدون صوت، يعني ما يكون عالي الصوت عشان ما يسمع، صوت هادي جدا، فإذا الولد فيه شيء يبي يرمش يبي يفز يبي يحدث الأمر، فإذا لا ما في شيء معناته اطمئني تماما، سوي اللي قلت عليه وشليها بخبزة، ما في إلا العافية. طيب يا شيخ الله يسعدك، أنا ما بديت من الحرز من قديم، يعني أنا ما صار لي يمكن أسبوع أو أسبوعين بدأت بتاج الذكر وصرت أردده، يعني أول ما كنت أردده كنت أتعب، فصرت أزيد ل500، أحاول أزيد ل700. الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ صل على محمد. قال من قال لا إله إلا الله منكم من يومه 10 وقد قال في حديث آخر 100 مرة، وأنت قلتيها 500 مرة، إلى درجة أن ستي ما تدري إيش قلتي. يا بنت الحلال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يا شيخ أنا تعبت، الناس يقولوا اسمعيني الله يرضى عليك، أبى أفصل عليك الحين عشان تعرفين إني أنا أخوكم الكبير، تفهمي الكلام. الحين أنا أكثر من مرة تراودني نفسي إني أترك البث هذا إلى الأبد، توبتوني هبلتوني جننتوني 660 ألف مليون مرة قلت لكم يا جماعة الخير لا تبالغون في شيء، لا تبالغون في شيء. الحين والله لو أجيب عسل أفضل أنواع العسل وكل يوم آكل 6 ملاعق لغير أتفجر. ليش الكلام هذا يا جماعة الخير؟ الإنسان لازم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. أما التجاوز هذا اللي ما له سنع، كل شيء تزودون فيه خلاص هذا يعتبر دخلتوا في مجال الوسواس والهلع والخوف. يا بنت الحلال أنا أعرف ناس كثيرين جدا والله يمكن حياته كلها ما قرأ سورة البقرة ولا مرة واحدة وما فيه إلا العافية، وفي ناس يقراها 100 مرة في اليوم ومريض. هذا دليل على إنه عندنا حنا مشاكل نفسية أصلا، حنا مرتبكين وحنا خايفين، حنا صار عندنا همكم الوحيد بس ذا الزومبي لا يجيكم، الزومبي ما يبيكم. أنا زهقت منكم، ودي لا يعني لو كل العالم أقدر شو اسمه سويتها. الحين انتم الزومبي ما عاد يبيكم، الزومبي اتصل علي قال لي بالحلال انا بطلع، انا ماني بيمهم، انت نورة ايش فيك يا نورة؟ يا شيخ لحظة لا تقولين يا شيخ. طيب يا شيخ يعني انت تتكلم انا اتوهم، طيب ابني صار شيء وكان شيء وصار شيء. انا ابني اليوم ورايح، انا ماني بشيخ، قولي لي يا فهد بس حاف. انا من اليوم ورايح خلاص اعتزلت الفن. الله يسعدك يا شيخ، بس حاجة واحدة، مو أنا أختي أنا لما صرت ألتزم بتاج الذكر بأعداد كبيرة، يوم الجمعة أختي شافت فيني منام، يعني ممكن أنا تقول أتوهم. الحمد لله إنه أنت نزلتي. إيش تبغون أقول لكم؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة.
استودعتكم الله الذي لا يضيع ودائعه خير الحافظين. بكره بمشيئة الله كان لنا في العمر بقية، تلقوني قدامكم الساعة 11. طيب خلني أسولف عليكم سريع كذا. والله العظيم مرة نورة تخوفني ومرة تضحكني فعلا. يعني ما أدري هي تقصد، ما أدري ما صرت أفهمها. هي تقول لي مع السلامة خلاص، ولا هي تقول اسكت، ولا أنت إيش تسوي؟ تفك السيارة هذه آخر شيء. طيب أو كانت تقول خلاص وداعية. شكرا لكم، شكرا يا نورة، بيض الله وجهكم. على طاري الوهم، أنا يوم من الأيام أنا بنفسي شخصيا جيت، كنت ساكن عند اخواني، كانوا عندهم بيت ذيك الايام، كان يعني ما ادري الظروف، المهم كانوا عندهم بيت مشترينه سوا مع بعضهم، وكان دورين، واحد الكبير فوق الدور الثاني والصغير في الدور الارضي. طيب الصغير اللي بالدور الارضي ما تزوج الان، قاعد يجهز للزواج ومسوي له غرفه نوم، الجوانب منها قزاز، الجنب مو هذا السرير، الجنب قزاز من ذاك الغامق البني يعني الكاتم لكنه يعكس، والكبير ساكن فوق. وجيت انا هذيك الايام كنت ادور شو اسمه الاشرطه هذه، انا داس اشرطه بس ما ادري وين دسيتها. نزلت عشان تعرفون الوهم، نزلت عنده تحت، ما هو فيه وما في البيت احد، فاضي اصلا لسه ما تزوج، بس جهز كل شيء. نزلت مع الدرج يمكن تقريبا الساعه 11 في الليل او الساعه 11 ونص في الليل، 12 يعني متاخر جدا. وجيت دخلت بالدور الارضي وحطيت يديني على البلاط وقاعد اناظر تحت السرير، ابى اشوف كيس خاص بالاشرطه وما الاشرطه حق تسجيلات غنائيه وذيك الايام يعني، وبدور عليها، الا شفت صورة إنسان يطالعني. أنا ذيك الأيام ما أعرف شكلي كثير، يعني أنا من الناس اللي ما طالع في المراية كثير، لأني أنا يعني أعرف إنه أنا ماني بحلو، يعني ما أحب إني أطالع شكلي. خلاص أكتفي بالناس إيش يقولون لي، زين، شين، خشمك كبير، إذنك طويل، أي شيء أتقبل وأمشي، يعني ما عندي تدقيق إنه أنا كويس ولا مو كويس. المهم قديمة الكلام ده، قديم جدا، وقد قلتها لكم قبل كذا. بعدين شفت أذان كبار وخشم، طبعا ما في شنب ذيك اليوم، لسه ما في شنب، يعني شيء مرعب، شيء مرعب. والساعة كم؟ الساعة 12 في الليل. امشي 6000. الله يسعدك يا نوره، والله نوره متفاعله جدا مع كل الاحداث. عسى الله يبارك فيك يا نوره، اسال الله ان يشرح صدرك كذا حتى تصيرين دائما منشرحه الصدر، وكل من يسمعني. مشيت 6000، طلعت عند اخوي فوق، الضعيف عنده دوام بكره الساعه 7 وحالته نايم، تو متزوج يمكن ما كمل 6 شهور. ايه الاغاني ادري يا مسكن، الاغاني ما ادري عن حرام ولا حلال، ما لي شغل فيها. المهم يا لا صيح، الحق 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 الحق، ايش في؟ قلت جني حرامي، يعني انا ادري قلت حرامي ولا جني، يعني لا لخبطته، قلت في جني حرامي، قال جني ولا حرامي، قلت ما ادري. المهم انه تحت السرير في الغرفه اللي تحت، جني اذانيه كبار وخشمه طويل. الرجال اخذ احتياطه وقام يمشي بشويش الدرج، يعني متيقن 100% ان فيه شيء موجود. والفجر نزلنا وجيت وين؟ قلت تحت السرير. عاد هو يعني ذا كلام كبير وفاهم كذا، يعني قال اكيد يعني لو في حرامي اكيد بيكون قد هرب، وانا مصر انه تحت السرير. قال لي طيب طالع شوف. حطيت، واول ما قلت كذا نفس الراس ونفس الخشم ونفس الاذنين ونفس الايادي قدامي، صاروا نفس المهم. قلت شوف لو والله يتكلم زيي، قلت شوفه هل لو هذا يشر نفس الاشاره. والله طلعت انا، طلع شكلي بس اني ما عرفتني، وفي المرايه وعاكسه. قلت لها صورتي. قالوا شو اسوي فيك؟ اكفخك، اعلقك بالجدار، احطك تحت السرير. انت الحين مصحين الساعه 12 الليل تقول في جني حرامي، وطلعت انت الجني وانت الحرامي. الحين الوهم، والله يا جماعه الخير ترى الانسان اذا توهم او شاف شيء او خاف خلاص. حكيت عليكم 600 مره، انا عارف تفصلون علي بعد انتم تردونها لي. في الوهم خطير جدا. الانسان لما خلاص يتوهم ان هذا الشيء فيه مصدر خوف خلاص، او انه والله فلان هو صادني بعين خلاص، او فلانه حسدتني خلاص. عموما الله يحميكم ويكفيكم ويشفيكم. طيب اقول لكم رؤيا شفتها وتفسرونها لي. من اللي بيفسرها يطلع، اللي يقول بفسر لك الرؤيا يطلع يفسرها. المحامي خالد، حياك الله.
من اللي بيفسر لي رؤيا؟ يطلع وأنا أعرض عليه الرؤيا وهو يقولها. اخترت يوزر والله ما أدري منه. يلا اطلع. واحد يجاوب على استفساراتي. نعم. 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 الو، انت مفسره انت؟ انا قاعده اتكلم يا شيخ. انت مفسره؟ لا، طيب ليش طلعتي؟ انت تقول ماني بفسر لك. إيه يعني بتفسرين الرؤيه اللي بقولها الحين؟ عطني اياها وشوف، واذا ما فسرتيها؟ يمكن بتكون من الشيطان. طيب. والله اني شفت اللي تشوفونه انتم، مو كل يوم تطلع لي وحده ويطلع لي واحد يقول شفت بسه تعلقت في اذني وبسه تعلقت في رجلي، كنت اقول لكم انتم ايش فيكم انتم عليها. المهم ما علينا. انا شفت نفسي امس، طبعا شفت نفسي اني انا بمزرعه عندنا طبعا في الجنوب، ان المزرعه هذه لي انا ومساحه كبيره جدا جدا جدا، وقلت يلا ابرش بجنب الجدار داير مدار بعطر البخاخ، العطر القوي هذا، وقمت ارش من نفس وسط المزرعه، والعطر يمشي قوي كانه رشاش قوي يروح يدور على المزرعه لين وصلت عند شجر. والشجر هذا قلت خليني بكثر عليه العطر، كنت بكثر على الشجر عشان ايش؟ يمسك ويقعد فواحان دايم. اثناء رش ذا شفت كانه قط في البدايه، بس قط شكله بشع يعني مو بقط. قلت يوم شفته قلت خليني ارش عليه بالعطر، يجي في عيونه يجي كذا خليني اخرب عليه. رشيت عليه وطمر عليه بقوه، طمرت علي هي القطه هذه، وبعد ما طلعت كانت كبيره في الشجره، بعد ما جتني صارت صغيره، وجت تركض ويطرد يمشي وراها كلب صغير اجلكم الله، والله العظيم اني صادق. الكلام هذا امس الصباح. والقطه هذه ما قدرت اهرب منها، صغيره بس ما قدرت اهرب، شكلها بشع وعدوه، وتعلق وطمرت علي وتعلقت في يدي ومسكتني مسكه قويه. حاول تتخلص والكلب هذا ينحقها، يبغى كأن الكلب يبغى ينقذني منها بس ما قدر. حاولت سويت كذا بيدي بقوه، طاحت ميته يابسه من صيد جدي. انت خدعميه من وين؟ من عندنا من الديره من هناك؟ ايوه. يعني اذا قلت ميت من صيد جدتي. ايوه ميته. يلا فسري. والله ماني مفسرة يا شيخ الصراحة. ليش تطلعين؟ طلعت عشان اقول لك حلم. صدق والله؟ والله. يلا قولي حلمك بسرعه. طيب يا شيخ، انا في نهاية رمضان طبعا. لحظة. يقولوا لي بيدك اليمين ولا باليسار؟ بيد اليمين. طبعا انا بفسر لكم انه انا قاعد انشر علم العطر، قاعد انشر علم للناس، قاعد اوصل معلومه للناس، واثناء توصيل المعلومه في ناس سيئين جدا ما يحبون اني انا استمر. فبهذا المنطلق لما جيت عند هذول السيئين اللي هم ما يبغوني استمر بهذا العلم او بهذا الامر اللي قاعد يستفيدون منه الناس خاصه في الرقيه. اما تعبير الرؤى حتى جدتي كانت مفسره، لكن اتكلم عن الرقيه الشرعيه، هي اهم للتعبير. فتحولت المساله هذه الى عدوانيه منهم، فانطلقت علي طبعا وحاولت اسكاتي عن طريق مسكه اليد اليمين او المكان اللي ياثر علي. وبالفعل الكلب يعتبر في المنام اذا كان صديق لك فهو يدل على شخص وفي من الأوفياء يدافع عنك سواء بوجودك أو بغيابك. أما القطة في المنام تدل على أعداء عدو سواء من النساء أو من الرجال. وتعلقها باليد محاولة إسكاتي، أطلقتها طبعا، شلتها من يدي وماتت في الحال. هذا يدل على أنه الحمد لله رب العالمين الناس المؤذية فعلا ما استطاعوا إسكاتي، وهذا اللي حاصل الحمد لله رب العالمين. زي ما أنتم شايفين معكم نتكلم، وأسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل قطة مؤذية. طبعا يا شيخ، ترى أنا كنت بقول حاجة زي كذا، يعني مو بإني أفسره، بس قلت يمكن إنه في مهاجمة من الشياطين بسم الله أو شيء، لأنك كنت قاعد تنصح الناس أصلا. وغير كذا والله أمس قاعد تستودعك الله لأنك ما سويت بث، قلت إن شاء الله إنه يكون بخير يعني. إن شاء الله يكون بخير. أنا قلت قبل أمس إنه أنا بتغيب عنكم ليلة، كانت راحة البارح. نعم. حقك صراحة. هذه المنام تفضل. منام يا شيخ، طبعا أنا قريت الرقية يمكن في نهاية رمضان، لأني سمعت إنه يكون العارض في رمضان مرة يعني أخف وكذا، فقلت بجرب أقرأ، بس ما انتظمت، يعني مرات انتظمت. لحظة، هم يسألوني يقولون لي الشجرة تدل على شجار وتجمع مجموعة أشخاص يشاجرون، وهذه داخل من عندهم انطلقت مجموعة عن
مجموعات أخرى ما استطاعوا يسوون شيء ساكتين، إنما ظهر منهم أحد أو مجموعة. استمري. المهم بعد العيد قلت خلاص إن شاء الله بستمر، وبديت فرقة التعطيل فعلا. وطبعا تقريبا 5 يوم من الرقية شفت منام كأني كنت راجعة للبيت في سيارة. كانت السيارة هذه فيها عمتي وواحد من عمامي الله يرحمه، طبعا هو ميت، وكأنها جدتي برضو كانت معانا في نفس السيارة، بس جدتي ما هي براكبة في السيارة بس كأنها موجودة يعني. طبعا جدتي سبحان الله دائما لما أشوفها في الأحلام أو زي كذا دائما أشوفها دائما لابسة أخضر، تكون يا برا البيت يعني بس تمر علينا مرور الكرام، فبرضو ما كانت معانا في السيارة بس كأنها موجودة يعني أنا عارفة أنها موجودة. وعمي لا، كان بنفس هيئته في الدنيا بس كان أبيض مرة وكان مبتسم ابتسامة كذا مرة طيبة. ممكن ماشيين في السيارة وكأنه أخوي قاعد يسوق وأنا قاعدة في الغمارة الثانية وبجنبي عمتي، وكان بجنبي واحد عامل نظافة. أنا كنت موظفة في مول بعدين استقلت، وعامل نظافة كان جالس بجنبي، وكأن أولادي عندي طفلين الله يحفظهم قاعدين في المرتبة الأولى. بعد شوية كذا مالت فين السيارة وكأني أنا أعرف إنه أخوي هو اللي قاعد يسوق بس ما هو موجود أنا ما أشوفه يعني. وشوية مالت فين السيارة وكأن أولادي بيطيحون من القزاز السيارة وكأني أنا بروح معاهم، كأنه في هوا قاعد يسحبنا وأبغى كذا أحد ينقذهم، أبغى أحد يساعدني، ما أحد من الموجودين قاعد يساعدني. وكنت أطالع في العامل النظافة اسمه مامول، هو هندي مسلم، كنت أطالع فيه أقول غريبة أنا دائما أساعد مامول يعني كذا أقوله في نفسي ليش ما يساعدني. المهم إنه شوية كذا رجعت السيارة الحمد لله استقرت ورجع أولادي ورجعت أنا لمكاني. في نفس اللحظة سبحان الله تبدل الأشخاص، كأنه أخوي صار معايا في المرتبة الثانية وبنت عمي جالسة بجنبي مع عمتي. شوية كانت بنت عمي تستلق نظرات لأخوي، طبعا هي كانت متزوجته وبعدين صارت طليقته الحين. كنت أقول في نفسي غريبة ليش قاعدة تناظره بهذه الطريقة، خطأ يعني هو طلقها. بعدين إنه خلاص انتقلنا من السيارة ووصلنا البيت، أنا طبعا البيت القديم لنا. ولما وصلنا في البيت القديم طبعا جدتي خلاص اختفت من الحلم، صرت بس أنا وأخويا وعمي الله يرحمه كنا جالسين في الصالة. بعدين أنا دخلت المطبخ، مطبخنا القديم، وكنت أبغى أبدل ملابسي وأقول يا الله لازم أبدل ملابسي بسرعة عشان أطلع لهم، وكنت أبدل ورا باب المطبخ وكأن أمي مرت كذا مرور الكرام يعني مو بأنه بس كذا مرت، وكنت أبدل وأقول يا الله لازم إني ألبس لبس ساتر. ولبست تنورة كان سودة طويلة وشفتها وفرحت قلت الحمد لله هذه التنورة طويلة، بس لازم إن ألبس بلوزة، وكنت خايفة إن البلوزة هذه تكون قصيرة وصدري مكشوف. ما أعرف كيف لفيت البلوزة وجت الفتحة اللي في البلوزة على ظهري من وراء، قلت كويس الحمد لله الحين صدري صار مستور والفتحة من وراء خلاص بغطيها بشعري وعد بقدر أطلع لهم. وبس انتهى المنام. هذا ما هو منام، هذا ينفع في حواديت رمضان. لكن فيه نقطتين فقط اللي هو الستر في المنام وتغير الحال، هذا يدل على ربما في أمر يعني ربما يكون في أمر الله العالم موجود في حياتك أصلا. إخفاءه أو أخفيتيه وإخفاءه أفضل من إعلانه أيا كان، حتى لو كان هم أو خوف أو أي أمر من الأمور أخفيتيه أفضل من أن أنت تعلنينه. الشيء الثاني العم وجوده في السيارة وصحة جيدة وكان مبتسم، هذا يدل أنه إن شاء الله على خير. أما باقي المنام أنها تنظر له وهي منفصلة، كل هذه كلها أضغاث أحلام وتلاعب من الشياطين. طيب معلش الشيخ بس كمان هو منام صغير برضو في نفس البيت. لحظة تفضل. هذا مو لو أن أنت وفاء الخثعمي، لو أنت فهد الخثعمي ما عاد خليت تقول الرؤية ثانية. تعالي بكرة استودعت الله. في أمان الله. في أمان الله. صلوا على رسول الله. حافظوا على العسل قد ما تستطيعون، يكون كل أحد منكم في بيته عسل وتمر وزيت زيتون، 3 أشياء طبعا غير الماء، ماء زمزم إذا توفر كان بها، ما توفر شرب الماء. حافظوا على العسل، الزيت والتمر. يعني لو حبيت يكون مثلا صباحيتكم يوميا ملعقة عسل أو ملعقتين كبار. اللي ما عندهم سكر، اللي عندهم سكر لهم طريقة ثانية، يشوفون الطبيب وش يقول لهم. أتكلم عن اللي ما عندهم سكر. ملعقة عسل أو ملعقتين على كاس ماء
تتصبح فيها يوميا وتشربها، تنشط مخك، تنشط امورك كلها، وتنظف بطنك وتخليك تمام التمام. حافظوا على حبه تمر في زيت الزيتون، عليها رقيه شرعيه، واستمروا عليها دائما باستمرار، سواء اللي عنده سكر اللي ما عنده سكر، طبيعي جدا. حبه واحده في اليوم ما تضرك. الشيء الثاني، حافظوا كل 30 يوم من حياتكم، كل 30 يوم ركزوا، بعد كل 30 يوم اقل تقدير 30 يوم يكون فيه تنظيف للباطنيه تماما 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 بالادويه الطبيه الموجوده في المستشفيات والصيدليات. دائما تكون بطونكم خفيفه جدا، تحاولون بجهد المستطاع ان يكون البطن دائما ممسوح، لا تصيرون ناس بطنيين، تتركون بطونكم دائما وكانها خرابه. ناكل ونشرب، ناكل ونشرب، ناكل ونشرب، وننوع، ما نخلي شيء، والبطن هذا يمر عليه 15 سنه ما عمرك مريت على شيء تسوي لنفسك نظافه لباطنيتك وقولونك وتنظيف كامل للباطنيه. المفترض انه يكون كل شهر مره واحده. حاولوا بجهد المستطاع ان يكون كل 6 شهور. بشو ننظف البطن؟ تروح للصيدلي تقول يا صيدلي ابغى اسوي تنظيف للباطنيه وللقولون، يعطيك ادويه وحبوب او مستشفى حسب حالتك وحسب وزنك وحسب ذا، وتاخذها وخلاص. كل شهر يصير عندك باطنيتك نظيفه زي الاوادم. حتى انه دائما في ناس، اكثر الناس لا تاخذوني في هذا الكلام، يكون عنده مشاكل بالباطنيه وما يخلي شيء، واسنان ويسوي فرشات ويسوي بلاوي زرقاء، وبرضه يعني ما يجد الرائحه الطيبه اللي يعني يتنفس الرائحه الطيبه. هذه كلها تدل على عنده مشاكل بالباطنيه وهو ما يدري عنها اصلا. تارك بطنه يلعب زي ما يلعب، يطق في بخاري وبروست وحاشي ومقلقل وفول عدس، بيض مقلي، بيض مسلوق، وفي النهايه الباطنيه عنده صار ما شاء الله تبارك الرحمن وزنه 70، والباطنيه الحاله وزنها 16 كيلو قدام. هذا اكبر خطا، لازم ننتبه لهذا الامر ونخلي بطوننا دائما يعني نبذل جهد. ما في احد الا لازم يكون عنده شويه كريشه زعنطوطه، لابد منها هذه، يعني ما في احد ممسوح يعني، لكن يعني شيء عن شيء افرق. حافظوا على الكلام هذا. حافظوا على الحجامه، 6 شهور سنه كذا يكون فيه حجامه، يكون فيه تبرع بالدم، يكون فيه مشي حافين الاقدام، الرياضه، تعهدوا انفسكم بالرياضه، الاذكار الصباحيه والمسائيه، الابتسامه، ازرعوا على انفسكم الابتسامه، ولو كنت تموت من الغيظ والقهر والهم والحزن وكل شيء. لا، الكرشه ما بهيبه، الكرشه مرض. اغلب الناس ماخذها سالفه، الكرشه هيبه. من قال لك الكرشه هيبه يا تاهو؟ لا، الكرشه مرض، ولو لازم عجوه. اللي ما عنده عجوه ياكل تمر، والتمر كله نعمه وكله من افضل الفواكه. نعم، العسل الاصلي دائما احرصوا انه يكون العسل الاصلي. جيبوا السمره والشوكه، السمره والشوكه الاسودين اللي لونهم اسود، تاكلونهم دائما. الله يجعل فيهم هابط العافيه. تصبحون على خير يا جماعه. شكرا يا نوره، شكرا يا ام خليفه، شكرا للجميع، شكرا لكم بدون استثناء، على راسي وعلى عيني. بكره لا تنسوني، وبكره واليوم لا تنسوني من دعائكم. شكرا لكم. إلى اللقاء. تصبحون على خير، في امان الله.